السلام عليكم، احلى مؤرخين ومؤرخات في اسكندريه كلها ومصر كلها ان شاء الله باذن الله. النهارده عندنا مراجعه لاولى اعدادي، مراجعه كويسه باذن الله، او الوحده الاولى والوحده الثانيه واول درس في الوحده الثالثه. هنلم لك الدنيا، لا انت لو كنت غايب في اي حصه ان شاء الله باذن الله الدنيا هتتلم معاك. نصلي على النبي، زيد النبي صلاه، وحدوه. نبدا. اول درس عندي بيتكلم عن نمو وتوزيع السكان. طب يا استاذنا، نمو وتوزيع السكان، طب هل السكان بتزيد؟ بتزيد. طب انا عايز اعرف، اول سؤال خطر في دماغي، مين اكبر قاره فيها سكان؟ اقول لك على طول قاره اسيا. طب مين تاني قاره؟ افريقيا. يبقى مين اول قاره؟ اسيا. مين تاني قاره؟ افريقيا. جدع يالا. طيب لو جه بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب احنا بنزيد قد ايه؟ بيقول لك كل 30 سنه، يعني كل 3 عقود بنزيد الضعف. يعني انا السنه دي مثلا لو احنا 2000 سنه 2000 كنا 100 نفر، طب 2030 هنبقوا 200 نفر، طب 2060 هنبقوا 400 نفر. يبقى افهم من المعادله دي ان كل 30 سنه او كل 3 عقود بنزيد قد ايه؟ الضعف. طيب الكلام ده قالوا ايه؟ قالوا النسب. طيب بلغ عدد سكان افريقيا 1.5 مليار نسمه. طب ده معناها ان احنا مساحتنا قد ايه؟ خمس عدد سكان العالم. يبقى عدد السكان عندنا خمس سكان العالم، يعني كام في المية؟ 20%. طب ده خلانا في الترتيب الكام؟ قال لك التاني بعد قارة مين؟ بعد قارة آسيا. طب العدد ده بيزيد ولا بيقل؟ اقول لك العدد ده بيزيد، بس بيزيد قد ايه؟ كل 30 سنة او كل 3 عقود بنزيد قد ايه؟ الضعف. طب يا استاذنا، مين اكبر دولة في افريقيا فيها عدد سكان؟ اقول لك اول دولة نيجيريا. طب مين التانية؟ اثيوبيا. مين التالتة؟ مصر، كنا بنغنيها نيجيريا اثيوبيا مصر، نيجيريا اثيوبيا مصر. يبقى مين اول دولة؟ نيجيريا. تاني دولة اثيوبيا. تالت دولة مصر. يبقى اول دولة مين؟ نيجيريا. تاني دولة اثيوبيا. تالت دولة مصر. طب سؤالي هنا، هو السكان بتزيد ليه؟ الناس عمالة تزيد ليه؟ اقول لك لحاجتين. ممكن اللي بيزيد ده لاسباب طبيعيه من عند ربنا. يعني ايه طبيعيه يا استاذ؟ اقول لك هو الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. النهارده اتولد 10، مات 5، يبقى الزياده الطبيعيه كام؟ جدع 5. طب ده عرفتها ازاي؟ هقول لك لما طرحت عدد المواليد من عدد الوفيات، دي اسمها زياده طبيعيه. طب زياده غير طبيعيه اللي هي الهجره. طب هنمسك اول حاجه مع بعضينا، الزياده الطبيعيه. طب الزياده الطبيعيه احنا قلنا مواليد ووفيات. طب اول سؤال جه في دماغي، مين اول دوله في عدد المواليد؟ اقول لك وانت مغمض تقول النيجر. من اول دوله في المواليد؟ النيجر. وعلى فكره ده مش على مستوى بس، مش مستوى افريقيا بس، ده على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. جدع. طب يا استاذنا المواليد قلنا قلنا مين؟ النيجر. المواليد قلنا مين؟ النيجر. طب الوفيات، مين اعلى دوله في الوفيات؟ اقول لك نيجيريا تشاد ليسوتو. نيجيريا تشاد ليسوتو. نيجيريا تشاد ليسوتو. يبقى انا عندي كام دوله في الوفيات؟ اقول لك 3، نيجيريا تشاد ليسوتو. طب المواليد النيجر. طيب مين اعلى دوله بقى في الزياده الطبيعيه؟ لما بطرح عدد المواليد وعدد الوفيات بلاقي ده رقم كبير. اقول لك عندي الصومال والنيجر. الصومال والنيجر. يبقى انا دلوقتي عندي 3 حاجات، اعلى دوله في عدد المواليد النيجر، طب في الوفيات نيجيريا وتشاد وليسوتو، طيب في الزياده الطبيعيه عامه عندك الصومال والنيجر. الله يفتح عليكم. طب يا استاذنا، دي الزياده الطبيعيه. الزياده بقى الغير طبيعيه اللي هي الهجره. الهجره، طيب يعني ايه الهجره؟ ان انا لميت حاجتي وماشي رايح مكان تاني. طب الهجره عندي نوعين، نازحه مغادره، انا ماسك شنطتي وماسك حاجتي وسايب البلد دي وماشي، انا كده مغادر. وهجرة وافدة، ناس جايالي. طب الوافدة أستاذنا بتيجي تقعد فين؟ أقول لك أكتر دولة في أفريقيا جذبا للسكان دول جنوب أفريقيا. يبقى مين يا أستاذ؟ ده أكتر دول جذبا للسكان دول جنوب أفريقيا. طب المغادرة أو دولة جنوب أفريقيا، المغادرة اللي سايب بلده وماشي. طب يا باشا أنت بتروح فين؟ أقول لك بروح أوروبا، بروح الخليج العربي، بروح أمريكا الشمالية، اروح ربنا يكرمني هناك بفرص عمل ولا باي مصلحه هناك اشتغل فيها. طب يا استاذنا، تختلف الكثافه السكانيه في افريقيا من دوله لاخرى؟ اقول لك طبعا، ما هو كل مكان مش اللي قاعدين فيه زي المكان اللي قبله. طيب بعد كده بينقل لحاجه اسمها الكثافه السكانيه. الكثافه السكانيه، طب الله ما تمشي يا ابني، اشتغل يا حبيبي. الكثافه السكانيه يعني ايه؟ الكثافه السكانيه يعني عدد السكان في المنطقه اللي قاعدين فيها. طب لو انا جبت ناس كتير قوي قعدتهم في منطقه صغيره، يعني مثلا عندي قاعه صغيره قعدت فيها 1000 طالب هتلاقيهم قاعدين على بعض، فدي اسمها كثافه سكانيه مرتفعه. طيب قعدت فيها مثلا
100 هي متوسطة، 50 منخفضة، 1 نادرة. فالكثافة السكانية معناها هو عدد السكان في المساحة اللي قاعدين عليها. طب أنا على الكثافة عندي في أفريقيا كام نوع؟ أقول لك الكثافة في أفريقيا ب أول حاجة مرتفعة. يبقى الكثافة في أفريقيا أول نوع اسمها إيه؟ مرتفعة. طيب يبقى مرتفعة، متوسطة، منخفضة، ونادرة. يبقى الكثافة كام نوع؟ 4. مرتفعة، متوسطة، منخفضة، ونادرة. طيب يا مرتفعة أنت فين؟ فاكرين كنا بنقول إيه؟ وادي النيل والدلتا في مصر، نيل أزرق في السودان. يبقى في وادي النيل والدلتا فين؟ في مصر. نيل أزرق فين؟ في السودان، والشمال الغربي والجنوب الشرقي. يبقى لو قال لك أكتر ناس بيقعدوا فين في أفريقيا؟ عند وادي النيل والدلتا اللي في مصر. طب فين تاني؟ في منطقة النيل الأزرق اللي موجودة في السودان. طب فين تاني؟ في الشمال الغربي والجنوب الشرقي. يبقى وادي النيل والدلتا في مصر، نيل أزرق في السودان، والشمال الغربي والجنوب الشرقي. صعبة؟ طيب مستار المناطق المتوسطة يعني فيها ناس متوسطة زي فين؟ أقول لك مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية، المكان اللي بطلع منه معادن وطاقة أحفورية. طب فين تاني؟ المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل. منطقة مرتفعة فوق هنا المناخ معتدل، اقول لك زي مين؟ هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. طب يا استاذنا لو ما حطش الحبشة وحط اثيوبيا، اقول لك هي هضبة اثيوبيا هي هضبة الايه؟ الحبشة. جدع. طب المناطق الكثافة منخفضة يعني قليلة خالص، مناطق الرعي ومناطق الزراعة اللي بتعتمد على حشائش السافانا والاستبس. طب يا استاذنا المناطق النادرة يعني مش هلاقي فيها ناس غير قليلة جدا، اقول لك الصحراء والمستنقعات. يبقى تاني يا استاذنا انا عندي الكثافة كام نوع؟ 4. مرتفعة، متوسطة، منخفضة، ونادرة. وادي النيل والدلتا في مصر، نيل ازرق في السودان، دي مرتفعة. طيب لو جيت قلت لك المناطق المرتفعة المعتدلة زي اثيوبيا والحبشة، دي متوسطة. السافانا والاستبس دي منخفضة. مستنقعات وصحراء دي نادرة. طب ايه يا استاذنا اكتر مدينتين الاقي فيهم زحمة؟ مدينة اسمها لاجوس ومدينة اسمها القاهرة. يبقى اكتر مدينتين ازدحاما بالسكان لاجوس والقاهرة. جدع. طيب انا دلوقتي بقى عندي مشكلة. طب انا ايه سبب المشكلة اللي عندي؟ هصبر عليا 5 دقايق وهقولها لك، وهي هقولها لك مع اسئله بما تفسر. طب انا عندي مشكله، حاجه اسمها مشكله سكانيه. المشكله السكانيه دي ان الناس زياده، صغار السن كتير. فازاي احل بقى المشكله دي؟ بيقول لك اذكر مقترحات لحل المشكله. اقول لك اول حاجه عشان احل مشكله الناس الزياده احط خطط جدع لخفض معدلات الزياده السكانيه. يبقى وضع خطط. تثبت يا ابني، اثبت يا حبيبي. الله اكبر، الله اكبر. ماشي. يبقى وضع ايه؟ خطط لخفض معدل الزياده السكانيه. احط خطه من خلالها اقدر اظبط الزياده السكانيه. وازاي يا استاذنا؟ برامج تنظيم الاسره، نشر الوعي. ابدا احط خطط اقول للناس يا جدعان بلاش عيال كتير، يا جدعان بلاش تنظيم الاسره، يا جدعان لا نظموا الاسره. طيب ارفع سن الزواج. يعني ايه؟ فكك بقى من الكتاكيت الصغيرين، تلاقي 15 16 سنه بحبه يا ماما وعايز اتجوزه وبموت فيه يا بابا وعايز اتجوزها، ويتجوزوا بدري، عيال بتتجوز عيال. فلا انا ارفع سن الزواج، اقول ما فيش الجواز البدري ده، استنى يا عم لما تكمل 25 سنه ولا حاجه ابقى اتجوز. طب اللي يعمل غير كده اعمل قوانين تجرمه. طب يا استاذنا ده اتطبق؟ لا لسه. طيب الاهتمام بدعم المرأة اجتماعيا. يعني ايه يا استاذنا؟ اقول للست انت بيزنس وومن قد الدنيا، وابدا انزل ادعمها واخليها تشتغل. طب لما الست تهتم بيها اجتماعيا وتشتغل، فهوفر لها فرصه تعليم ورعايه صحيه، فما تفكرش ان هي تتجوز عشان تجيب لنا عيال كتير. طيب ايه تاني؟ اقامه العديد من المشروعات. هو انا لو عملت مشروعات هوفر للناس السكن وابدا ابني مدن جديده. صعبه كده يا شباب؟ طيب استاذنا هي يعني ايه كلمه هجرة غير شرعية؟ انت قلتها لنا من شوية. طب ما المقصود بكلمة هجرة غير شرعية؟ كلمة هجرة غير شرعية معناها انا كشخص عملت ايه؟ سبت المكان اللي انا قاعد فيه ورحت بلد تانية بس بوسائل غير قانونية، يعني بطريقة غير قانونية. عندي حاجتين، لا الا بورق غير قانوني رحت بقى زورت ورق، لا الا قدامي حل تاني، وهو ان انا اتجاوز مدة الاقامة، اروح اعمل عمرة. العمره دي ليه؟ مسامحاني ان انا اقعد مثلا في السعوديه 15 يوم،
بعد ال 15 يوم اهرب من الاتوبيس وهم يرجعوا بلدهم وانا افضل قاعد في السعوديه. دي اسمها تجاوز مده الاقامه. يبقى الهجره غير شرعيه هي انتقال الافراد بين الدول بطريقه غير قانونيه، سواء الدخول الى دوله ما دون تصريح او تجاوز مده الاقامه. الله يفتح عليكم. طيب ننقل بعد كده، دي كده اهم نقط في الدرس. طيب سؤال بما تفسر عقده الطالب. طب ايه بما تفسر اللي على الدرس ده؟ طيب اول سؤال قابلني بيقول لك ايه؟ بما تفسر اهميه دراسه البيانات والاحصائيات السكانيه. انا بستفاد ايه لما ادرس عدد السكان؟ طيب مبدئيا كده انا لو عندي مجموعه 10 طلاب، جميل جميل، انا وانا بطبع في المطبعه يا مطبعه انا عايز كام مذكره؟ 10. طب انا عرفت ازاي انا هطبع 10 من عدد الطلاب اللي عندي؟ طيب اما اجي مثلا عايز اعمل لهم جوائز وكلهم شاطرين، هجيب كام جايزه؟ 10. يبقى انا من خلال لما عرفت البيانات والاحصائيات بتاعهم فهمت التطور السكاني، فهمت هم قد ايه، وفهمت التطور من حيث ايه؟ النمو والتوزيع، عرفت المكان اللي هقعدهم فيه قد ايه، وفهمت كمان ان انا اقدر احط خطط تنمويه تلبي احتياجاتي. يبقى لما اعرف عدد السكان هستفاد، هفهم التطور الايه؟ السكاني من حيث ايه؟ النمو والتوزيع، وده يساعدني ان انا احط خطط تنمويه. طب يا استاذنا جاي يقول لك بما تفسر بلغ معدل المواليد في افريقيا ضعف المعدل العالمي. ليه يا افريقيا معدل المواليد عندك بقى زياده قوي؟ العيال كتير قوي بتتولد كتير قوي، ياما صغيرين ياما. طب سؤالي هنا، هو الزواج العيال دي تيجي منين؟ قال لك لما واحد وواحده يتجوزوا يبقى بسبب الزواج المبكر. طب اتجوزوا بدري هيعملوا ايه؟ هيجيبوا عيال، يبقى كثره الانجاب. يبقى الزواج الايه؟ المبكر، كثره الايه؟ الانجاب. ضعف برامج تنظيم الاسره، تلاقي في التلفزيون كل شويه يا جدعان العزوه مش بالعدد، يا جدعان العزوه مش بالعدد، واحنا ما شاء الله تلاقي واحد من دول عنده 5 6 7 عيال. يبقى تاني بما تفسر ليه افريقيا المواليد زادت؟ بسبب الزواج المبكر، كثره الانجاب، ضعف برامج تنظيم الاسره. طيب السؤال الثالث يجي يقول لك ايه؟ سجلت كل من دوله نيجيريا وتشاد وليسوتو اعلى معدلات الوفيات. اشمعنى نيجيريا تشاد وليسوتو عندها وفيات كتير؟ طيب الوفيات الاغلبيه بتيجي بسبب المرض، اغلبيه الناس تبقى مرض فتموت، فبيقول لك بسبب تفشي الامراض المستوطنه، عشان عندهم امراض كتير مستوطنه. طب ايه تاني؟ ارتفاع وفيات الاطفال والامهات، تلاقي الاطفال والامهات هناك بيموتوا كتير، يبقى بسبب انتشار الامراض المستوطنه. يعني ايه مستوطنه؟ يعني تنتشر في المناطق دي بس. طب وارتفاع معدل وفيات الامهات والاطفال، هناك في امراض كتير بتسيب الامهات والاطفال عشان مناعتهم ضعيفه. طيب السؤال اللي بعده جاي بيقول لك ايه؟ انخفاض معدل الزياده الطبيعيه في قاره افريقيا في الفتره من 1970 ل 2023. ليه الزياده الطبيعيه قلت؟ يقول لك انخفاض. اقول لك بسبب اهتمام دول افريقيا والمنظمات. ايه اللي خلى الزياده الطبيعيه يعني الفرق بين المواليد والوفيات يقل؟ عشان افريقيا اهتمت بايه؟ بضبط النمو السكاني، بدات توعي الناس نظبط النمو السكاني. تاني حاجه تطوير النظام الصحي، الاهتمام بصحة الأمهات والأطفال عشان ما يموتوش زي ما بيحصل في نيجيريا وتشاد وليسوتو. يبقى الزيادة الطبيعية بدأت تقل، صح ولا غلط؟ صح، بدأت تقل. طب إيه السبب؟ ضبط النمو السكاني، تطوير النظام الصحي، الاهتمام بصحة الأمهات والأطفال. طيب جه بعد كده بيقول لك إيه؟ وجود هجرة خارجية. إيه اللي يخليني إن أنا أفكر أسيب بلدي أو أفكر أسيب أي منطقة وهاجر؟ أول حاجة البحث عن فرص عمل، أنا رايح أدور على شغل. طب انا بدور على مستوى معيشه احسن، البحث عن مستوى معيشه احسن. طب انا راجل بتعلم جات لي فرصه تعليم بره، يبقى البحث عن فرصه تعليم احسن. يبقى تعالى بص، البحث عن فرص عمل، تحسين مستوى المعيشه، البحث عن فرص تعليميه، عدم الاستقرار السياسي والحربي. البلد اللي انا فيها حرب، ليه قاعدني في البلد اللي فيها حرب؟ دي ما اشوف بلد مستقر. طيب تركز السكان في وادي النيل والدلتا في مصر. ايه اللي مخلي السكان يتركزوا في وادي النيل والدلتا في مصر؟ وعلى فكره نفس سبب النيل الازرق في السودان. طيب بسبب الميه العذبه والتربه الخصبه. قلنا اي سهول فيضيه تربه خصبه ميه عذبه، تربه خصبه ميه عذبه، فبنزرع فبنقعد. طيب هنزود معلومه هنا على الشمال سواحل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، تربه خصبه برضه وميه عذبه بس زياده مناخ معتدل. يبقى تاني خلي بالك السؤالين دول بيلخفنوا. وادي النيل والدلتا في مصر، نيل ازرق في السودان، تربه خصبه وميه عذبه. طيب لو جه قال لك ارتفاع الكثافه السكانيه شمال غربي وجنوب شرقي، اقول له تربه خصبه ميه عذبه وازود مناخ معتدل.
تعدل. الله يفتح عليكم. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه، كمل معايا. ندرة السكان في المناطق الصحراوية. ليه في الصحراء السكان قليلة؟ يعني ايه يا استاذنا قليلة جدا؟ طب انا ايه اللي خليني اقعد في الصحراء؟ صحراء بالعقل في ميه كتير؟ لا طبعا. يبقى بسبب ندرة المياه، بسبب الظروف المناخية السيئة. يبقى ليه الناس ما بتقعدش في الصحراء؟ ندرة المياه والظروف المناخية السيئة. طيب بما تفسر ندرة السكان في المستنقعات. في المستنقعات البرك والكلام ده بسبب صعوبة الحركة وقلة الأنشطة الاقتصادية. منطقة فيها برك مية كتير كده وفيها أمراض، وبسبب انتشار الأمراض. يبقى المستنقعات السكان بتندر ليه؟ بسبب صعوبة الحركة وقلة الأنشطة الاقتصادية وانتشار الأمراض. تعاني تعاني قارة افريقيا بشكل عام من مشاكل سكانية. لسه كنت بقول لك في مشاكل سكانية. ايه المشاكل السكانية؟ زيادة السكان بشكل لا يتناسب مع الموارد الطبيعية. يعني ايه؟ يعني انا عندي سكان ياما وموارد قليلة، فاكيد مش هيكفيهم. زي بالظبط اكون عازم عيلتي كلها على فرخة، طب دي هتكفيهم؟ اكيد لا. فبيقول لك اول مشكله بتقابلني زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع النمو الاقتصادي. طب تاني حاجه زياده فئه صغار السن، ارتفاع نسبه فئه صغار السن والفئه دي مش منتجه. طب تالت حاجه سوء توزيع السكان داخل القاره، تلاقيهم كلهم متركزين في جزء وجزء تاني لا. طيب ننقل لسؤال ما النتائج. ما النتائج المترتبه على لو جه قال لك زياده الهجره غير شرعيه في قاره افريقيا الى قاره اوروبا، ليه الناس بتسيب او ايه؟ لا ده ما النتائج. ايه النتائج؟ ايه اللي حصل لما السكان سابوا افريقيا وراحوا اوروبا؟ بيقول لك اثر بالسلب على الاستقرار والامن، ده بالنسبه للدوله. اما بالنسبه للمواطن ممكن يا حبيب قلبي اتعرض للاستغلال، حرماني من حقوقي السياسيه. طيب ارتفاع الكثافه السكانيه بمدينه لاجوس والقاهره. لما الناس بقت كتير قوي في لاجوس والقاهره هيتعلموا، ناس كتير هتروح هتتعلم وناس كتير هتروح المستشفيات، فهيبقى في ضغط كتير قوي على ايه؟ الموارد والخدمات. ادى الى الضغط على الموارد والخدمات في هذه المدن، مما يتطلب وضع خطط تنمويه. طيب لو جه قال لي ما النتائج المترتبه على زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع الموارد؟ ايه اللي حصل لما السكان زادت؟ او ايه النتائج اللي ترتبت على المشكله السكانيه؟ يعني عارف ممكن يجيب نفس بالشكل ده، زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع الموارد، او ما النتائج المترتبه على المشكله السكانيه. طيب الناس زادت، مشكله سكانيه، قلنا هنضغط على ايه؟ على الخدمات. طب معلش الناس كتير، هتستهلك ياما ولا قليل؟ تستهلك ياما عشان كتير، يبقى زياده استهلاك الموارد الطبيعيه زي الميه والطاقه، وبالتالي على الاراضي الزراعيه، وتؤدي نقص نصيب الفرد منها، مما يؤثر على الامن الغذائي والامن المائي. طيب لو جه قال لك دلل، اثبت يا عم. تعرض الافارقه المهاجرين بطريقه غير مباشره للكثير من المخاطر. هنا بقى بيكلمك عن الفرد، السؤال فوق كان بيتكلم عن الدوله. اهو الغرق في البحر، ممكن اغرق، او ممكن حد يستغلني، اتحرم من حقوقي، سواء الحقوق دي بقى سياسيه حقوق اجتماعيه. طيب لو جه قال لك دلل، تتعدد المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه. كنا لسه قايلينها، وادي النيل والدلتا وادي النيل والدلتا في مصر، نيل ازرق في السودان، والشمال الغربي والجنوب الشرقي. طيب جه قال لك ايه؟ دلل تسعى الدول الافريقيه لخفض معدل الزياده السكانيه. هات لي دليل ان دول افريقيا فعلا بتسعى ان هي تقلل الزياده الطبيعيه. وضع خطط تنمويه، بنحط خطط تنمويه لتنظيم الاسره وبننشر الوعي باهميه الاسر الصغيره ورفع سن الزواج ووضع قوانين. كل دي خطط احنا بنعملها عشان نقلل الزياده الطبيعيه. وخلي بالك هنا السؤال دلل عشان السؤال ده بتقعوا فيه. طيب يمثل انشاء المدن الجديده احد محاولات السكان، احد محاولات حلول المشكله السكانيه. طب انا لما بعمل مدن جديده بيبقى ايه هدفي؟ اعاده توزيع السكان. ما هو انا ببني مدينه جديده عشان اخد شويه ناس من هنا اوديهم هنا. طب لما اعمل كده ايه اللي هيحصل؟ تخفيف الضغط على المناطق ذات الكثافه السكانيه. يبقى دلل حيث يساعد انشاء المدن اعاده توزيع السكان وتخفيف الضغط على المناطق ذات الكثافه السكانيه. طيب استاذنا ما بعرفش احل، ما العلاقه؟ اقول لك تعالى قلبي، ما العلاقه؟ الميه وتوزيع السكان. الميه وتوزيع السكان بيقول لك حيث يتركز السكان بالمناطق التي يتوفر بها ميه عذبه. زي مين يا عم محمد كرم؟ وادي النيل والدلتا في مصر،
والنيل الازرق في السودان والسواحل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، بينما يقل في المناطق النادره زي المناطق الصحراويه. يبقى كلمه ما العلاقه جايب لك حاجتين وعايزك تربطهم ببعض. ايه علاقتي بيك عم انا اخوك الكبير؟ ايه علاقتك بيا انت؟ احنا زي الفل حبيب قلبي. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ 2 نسبة صغار السن والمشكلة السكانية. ايه العلاقة بين صغار السن والمشكلة السكانية؟ حيث يعد ارتفاع نسبة فئة صغار السن احد اسباب المشكلة السكانية في قارة افريقيا. ليه؟ عشان هي فئة غير منتجة. طب يعني عايزه ايه فيها ايه؟ قال لك دي يا ريتها غير فئه غير منتجه بس، دي كمان احنا بنحتاج نوفر لها احتياجاتها عشان اكل وميه. يعني تخيل احنا بنوفر لك كل الكلام ده وما بنتشكرش في الاخر. طيب يقول لك ما العلاقه بين الزواج المبكر والنمو السكاني؟ ايه علاقه العيل اللي اتجوز بدري والنمو السكاني؟ هقول لك يعني الزواج المبكر احد اسباب الزياده معدل المواليد. ما هو لما بتجوز بدري بيبقى المواليد بتزيد التي تؤدي الى ارتفاع نسبه الزياده الطبيعيه وبالتالي يحصل نمو سكاني. زواج مبكر، مواليد كتير، مشكله سكانيه، نمو سكاني يتدمر. طيب الحروب والنمو السكاني. حلو السؤال ده. الحرب ايه علاقه بالنمو؟ اقول لك لما بيحصل حرب بيزود الهجره. هو احنا مش قلنا من اسباب الهجره الحرب؟ يبقى تعد الحروب من اسباب هجره السكان بافريقيا والتي تؤثر على النمو السكاني. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ المناخ وتوزيع السكان. يعني ايه يا استاذنا؟ هل المناخ بيأثر في توزيع السكان؟ اقول لك يؤثر المناخ في توزيع السكان. حلو. حيث ترتفع الكثافه السكانيه فين؟ في السواحل الشماليه الغربيه والجنوبيه الشرقيه. طب دي هنا ترتفع، وخلي بالك بتتوسط فين؟ في المناطق المرتفعه مثل هضبه الحبشه والبحيرات الاثيوبيه والبحيرات الاستوائيه بسبب المناخ المعتدل، وتندر في المناطق الصحراويه. انا هنا اعطيك كم مثال؟ 3. خلي بالك هي بتزيد في السواحل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، وبتتوسط عند هضبه اثيوبيا والبحيرات الاستوائيه، وبتندر خالص في المناطق الصحراويه. طيب جه بعد كده بيقول لك خريطه الدرس الاول. باشا 1 ده ايه؟ وادي النيل والدلتا في مصر، دي قاره افريقيا طبعا عارفينها. طيب 2 ده ايه؟ ده باشا منطقه النيل الازرق، خلي بالك اهو النيل الازرق. 3 لو بصيت على منطقه 3 السواحل الشمال الايه؟ الغربي، جدع. 4 اهي سواحل الجنوب الشرقي. طيب 5 فين 5؟ دور معايا ياض على 5 ياض، مش موجوده. هي المفروض 5 هنا في الحته دي كده بالظبط اللي هي القاهره. طيب 6 كنت قايل لك محيط، لا مدينه. 6 هنا لو قال لك محيط هيبقى الاطلنطي، لو قال لك مدينه يبقى مدينه في نيجيريا اسمها مدينه لاجوس. طيب ودي على فكره من اكثر المدن ازدحاما او تكدسا بالسكان، خلي بالك بس رقم 5 هنا. طيب لو جه بعد كده قال لك 7 و8 هضاب. 7 اللي فوق هضبه اثيوبيا، 8 اللي تحت هضبة البحيرات الاستوائية، يبقى 8 اللي تحت هضبة البحيرات. اثبت صلى على النبي بس خلاص. 8 اللي تحت دي هضبة البحيرات الاستوائية. طب جه بعد كده بيقول لك خلي بالك 9 و10 صحراء. طيب 9 لو فوق الصحراء الكبرى، 10 وتحت صحراء كالهاري. يبقى تاني 9 لو فوق صحراء الكبرى، 10 صحراء كالهاري. صعبة كده يا شباب؟ برضو الخريطة هتظبط معاك الدنيا شوية. تنزل يا عم. بكده خلصنا الدرس الأول. طيب خش على الدرس التاني. درس بيتكلم سهل جدا ودرس لذيذ جدا عن خصائص السكان. طب لو جه سألني خصائص السكان بتنقسم؟ أستاذنا بتنقسم. طيب أول حاجة نتكلم عن الهرم السكاني. الهرم السكاني رسم بياني بيوضح حاجة اسمها التركيب العمري والتركيب النوعي. طيب خلي بالكوا ده الدرس الثاني، احنا خلصنا الاول. طيب الدرس الثاني، طب يعني ايه يا استاذنا تركيب نوعي؟ اقول لك يا حبيب قلبي انا وانت كام نوع؟ اقول لك ذكور، في اللي بيتفرج على الفيديو ذكور، وفي ايه؟ اناث. يبقى التركيب النوعي كام نوع؟ نوعين، ذكور واناث، ذكور واناث. الله يفتح عليك. طيب بيقول لك يتميز التركيب النوعي في افريقيا بالتوازن النسبي بين عدد الذكور والاناث، بالرغم ان الاناث ازيد سيكه بسيطه. الاناث كام؟ 50.1. طب الذكور 49.9. طب يا استاذنا ده بالنسبه للتركيب النوعي. طب التركيب العمري اللي هو انا بدرس السكان على حسب الفئه العمريه. عندي قاعده الهرم، والقاعده عريضه بسبب زياده عدد صغار السن، والمتوسط اللي هي في سن العمل. طب والراس الهرم اللي هي كبار السن. طيب
فئة صغار السن اللي هي قاعدة الهرم، متوسط السن منتصف الهرم، فئة كبار السن قمة الهرم. طيب امتى ابقى انا صغير؟ من اول ما بتتولد يا بيه لحد 14 سنة انت صغير. طيب دول نسبتهم كام؟ بيقول لك نسبتهم في افريقيا 40%، قريبين عن النص. طيب فئة سن العمل يا باشا من 15 سنة ل 24 سنة انت شباب. ايه ده يا استاذنا؟ يعني جدي اللي عنده 61 سنة شباب؟ اه يا قلبي شباب، هو بس بيتدلع عليكم بشوية امراض بس كده. وتزداد عن نصف سكان القارة، يعني اكتر من 50%. طب خلي بالك هو مش قالش 50، هو قالك تزداد عن 50، يعني ممكن 55 52 54 محددش. طيب اعلى فئة 65 اللي هي فئة كبار السن. طب بلغت كام؟ 3% من اجمالي سكان افريقيا. طب سؤالي هنا قبل ما بنقل للنقطة اللي بعدها، طيب افهم من كده ان مين اهم فئة دي؟ عشان دي فئة غير منتجة ودي فئة غير منتجة برضو. الفئة الوحيدة اللي منتجة فئة سن الايه؟ العمل. طيب بيقول لك تعالى بقى ننقل على مشكلة تانية، وهي مشكلة عمالة الأطفال. عمالة الأطفال، هو في حد أستاذ هيشغل العيال؟ أقول لك في دول بتشغل الأطفال، بدليل إن إحنا كل 5 أطفال بيشتغل طفل. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني معدل كل 5 عيال في أفريقيا في طفل قصادهم بيشتغل. ده مش بس كده، ده كمان ساعات بيستغلوا الأطفال في الأعمال العسكرية. طيب مين أكتر دول بتشغل عيالها؟ أقول لك أريتريا والصومال والكونغو الديمقراطية. يبقى اريتريا والصومال والكونغو الديمقراطية. اللغات، التقسيم اللغوي اسهل حاجة، ركز معايا هنا ومن غير ما نبص هنحفظوه مع بعضينا. الشمال عربية، الشمال بيتكلموا لغة ايه؟ عربية. طب الجنوب ايه؟ في انجليزية. جدع، يبقى الشمال عربية، الجنوب انجليزية. طب ايه الشرق؟ سواحلية. ايه الغرب؟ لغة اسمها المندي والهسة. تاني، الشمال عربية والجنوب انجليزية. ايه الشرق؟ ايه مندي هسة. ايه الغرب؟ سواحلية. انا عكست حاجة، الشرق والغرب. يبقى نقول تاني، الشمال عربية، الجنوب انجليزية. ايه الشرق؟ مندي هسة. والغرب؟ لا انا عكست برضه. هقول تاني، هقول اللغة، طلعت واطلع خالص عشان اقول. طيب يبقى شباب دلوقتي هننقل على اللغات، وعلى فكرة اللغات دي من اسهل حاجات عندك. طب تعالوا نحفظهم مع بعض. الشمال عربية، الجنوب انجليزية. ايه الشرق؟ سواحلية. ايه الغرب؟ مندي هسة. رواندا كاميرون فرنسية. تاني، شمال عربية، جنوب انجليزية، شرق سواحلية، غرب مندي هسة. طيب رواندا والكاميرون فرنسية. طب تعالوا نقولهم اهو. الشمال لغة ايه؟ عربية. الشرق سواحلية. الغرب مندي هسة او هسة ومندي. جنوب افريقيا انجليزية. غرب ووسط افريقيا رواندا والكاميرون فرنسية. طب لو جه قال لك ليه بيتكلموا اسلام؟ بسبب الفتوحات الاسلامية والهجرات المسلمين، بسبب الاستعمار الانجليزي، بسبب الاستعمار الفرنسي. صعبة؟ يبقى نقول مع بعض تاني. الشمال عربية، ايه الشرق سواحلية، ايه الغرب مندي هسة، الجنوب انجليزية، رواندا كاميرون فرنسية. جدع. طيب بيقول لك ايه؟ انا عندي افريقيا بقسمها نصين، هنرسمها كده رسمه صغيره كده. حلو. دي كده عندي شمال افريقيا، والنص اللي تحت ده اسمه جنوب الصحراء الكبرى. يبقى الشمال شمال افريقيا، الجنوب جنوب الصحراء الكبرى. بيقول لك عدد الغير متعلمين في جنوب الصحراء ضعف غير المتعلمين في شمال افريقيا. يعني ايه يا استاذنا؟ يعني انا لو عندي هنا في 10 غير متعلمين اللي هو تحت، يبقى فوق في كام؟ 5. طب يا استاذنا هل في دول بتهتم بالتعليم؟ اقول لك عندك مصر، تونس، جنوب افريقيا. مصر، تونس، جنوب افريقيا. طب ليه بيهتموا بالتعليم؟ للوصول للهدف الرابع من التنمية. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ تتميز الثقافة الإفريقية بتنوعها. أنا عندي حاجة اسمها الفنون والحرف التراثية والملابس والأكل الشعبي واللغات والعادات والتقاليد، كل ده تحت بند هوية الثقافية. طيب الهرم السكاني قلناه، والتركيب الاقتصادي تصنيف السكان على حسب الأنشطة الاقتصادية. طيب تعال نمسك شخصين خدوا جايزة نوبل مهمين قوي، وبيجوا لازم في امتحان آخر السنة وامتحان الشهر هيجي سؤال منهم ضروري. ويلي سوينكا
ونجيب محفوظ. ويلي مين؟ ويلي ده استاذنا؟ ويلي يا ويلي مين ده؟ اسمه مين ده اصلا؟ اقول لك ده نيجيري مش مصري. اول كاتب في افريقيا ياخد جايزه نوبل. خدها سنه كام؟ 86. واشتهر بالدفاع عن الهويه الثقافيه، الحاجات اللي لسه قايلينها فوق، وحمايتها من الاستعمار. في مشكله كده؟ لا مفيش مشكله. امال نجيب محفوظ ده بتاع مصر وخد جايزه نوبل 88. طب ليه خد جايزه نوبل؟ عشان بيتكلم عن القضايا الاجتماعيه. بيتكلم عن القضايا يا اخوان انت هو الاجتماعيه. طيب سؤالي هنا، مين هو اول من حصل على جائزه نوبل في كتاباته عن القضايا الاجتماعيه؟ ايوه يا استاذ، اول ما حصل ويلي. لا غلط، ويلي مين؟ قالوا لنا قضايا اجتماعيه، يبقى نجيب محفوظ. طب لو اتكلم عن الهويه يبقى هنا ويلي. طيب كده نخش على اسئله بما تفسر. يا عم محمد كرم، ليه تختلف نسبه التركيب النوعي من دوله لاخرى؟ سؤال بما تفسر اهو بشرحه بالتفصيل. ليه يا استاذنا التركيب النوعي بيختلف؟ يعني ايه؟ ليه في مكان فيه ذكور كتير ومكان فيه اناث كتير، او العدد مش متوافق، ما يبقاش عدد الذكور قد عدد الاناث؟ وبنشوفها في دروسنا، ما بتلاقيش المجموعه، بتلاقي دايما الاغلبيه لا صبيان لا الاغلبيه بنات. طب ليه يا استاذ؟ بسبب الهجره. احنا باشا بنهاجر، بندور على شغل، بنعمل اي حاجه. طيب ايه تاني؟ الستات تقعد تقول لنا انا عايزه في مصاريف هدوم العيد، عايزه مصاريف رمضان، عايزه مش عارف اعمل كحك، عايزه اعمل بسكوت، عايزه نتجلط نموت. ويبقى في ارتفاع عدد الذكور عن ارتفاع عدد وفيات الذكور عن الاناث. يبقى احنا بنموت اكتر، الست بتفضل تدينا على عينينا فنزهق ونتخنق ونموت اكتر. يبقى تاني يا شباب، ليه التركيب النوعي مختلف؟ بسبب الهجره وارتفاع معدل وفيات الذكور عن الاناث. جدع. تاني سؤال يقول لك ايه؟ ليه قاعدة الهرم عريضة؟ بسبب ارتفاع المواليد، عشان المواليد قليلة. طيب لو جه سألك بما تفسر، من المتوقع، شفت الحركة دي من المتوقع ان تتناقص، مش عارف اكتب، نسبة صغار السن. ليه في المستقبل احتمال كبير، ركز يلا ما تفرش الفيديو يلا، من المتوقع سنة 2050 ان العيال الصغيرة تقل. ليه؟ عشان احنا دلوقتي خلاص عرفنا لما نكبر هنخلف عيال صغيرة، يبقى برامج تنظيم الأسرة، وبدأنا نهتم بصحة مين؟ الأمهات، المرأة عامة. صعبة؟ طيب لو جه قال لك تمر قارة أفريقيا بالمرحلة الثانية من نظرية التحويل الديموغرافي، أو أستاذنا النظرية دي أقول لك نظرية كده أنت تعرف إن أفريقيا في الثانية وفي المستقبل هنبقى في الثالثة. يبقى احنا في الكام؟ ركز يا علا، في الثانية، في المستقبل الثالثة. طيب ليه احنا في الثانيه وهنبقى في الثالثه؟ او ليه احنا عامه دلوقتي في الثانيه؟ بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. المواليد عندنا بتزيد والوفيات بتقل. طب سؤالي هنا، من المتوقع ارتفاع نسبه فئه كبار السن في افريقيا سنه 2050. احنا بننجم، بيقول لك في المستقبل الناس الكبيره عندنا هتزيد. اقول لك عشان بهتم بالرعايه الصحيه، بقعد اهتم بصحتهم فما بيموتوش بسرعه. شبه مثلا عمرو دياب اهو بيهتم بصحته فما شاء الله الراجل في عز شبابه. طيب انتشار مشكله عماله الاطفال، انا ليه كأب ممكن اخلي الولد ينزل يشتغل؟ اقول لك انا راجل فقير والدنيا جايبه معايا بايظ، معيش فلوس، انزل يا ابني اشتغل، انا ساعدني انا في الفلوس. يبقى انت ارتفاع معدلات الفقر، البلد اللي انا فيها عدم الاستقرار السياسي، انخفاض معدل القيد في التعليم، مش متسجل في التعليم. طيب عرفنا يا استاذنا بسبب الفقر والتعليم والكلام ده كله. طب انتشار اللغه العربيه بسبب هجره القبائل العربيه وانتشار الاسلام. تعاني قارة أفريقيا من انتشار بعض الأمراض. ليه عندنا في أفريقيا أمراض؟ أقول لك بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية. أفريقيا الرعاية الصحية عندها منخفضة، سواء عدد الأطباء أو عدد الممرضات. طيب إيه اللي خلى الحاج نجيب محفوظ ياخد جايزة نوبل؟ بسبب أعماله التي تناولت القضايا الاجتماعية في القرن العشرين، شرحتها فوق. لو قال لك دلل يعني اثبت ان الكلام ده حصل، اثبت يا باشا. تمتلك قارة افريقيا قوة عاملة يمكن ان تكون محرك للنمو، اثبت. احنا عندنا قوة عاملة قوية، اقول لك ايوه يا عم، ده احنا اكتر من نص سكان القارة قوة عاملة. طب اكتر من نص سكان القارة ده هيمكننا من استثمار ونمو اقتصادي. طيب جه قال لك ايه بعد؟ اشتغاليات. تواجه فئة سن العمل العديد من التحديات. الفئة اللي لسه قايلين عليها ده أكتر من نص سكان القارة عندها تحديات. التحديات دي مشاكل تتعلق بالصحة والتعليم، ومش لاقية فرص عمل، قلة فرص العمل. طيب
الانشطه الاقتصاديه. شباب انا عندي في الدرس كام نشاط اقتصادي؟ 3: الزراعه، الصناعه، التجاره او الخدمات عامه. بيقول لك نص سكان افريقيا شغالين في الزراعه، نص سكان القاره فلاحين. طيب اللي في الصناعه 13.6 يعني فئه صغيره. الباقي شغال في التجاره والخدمات. التجاره انا عارفها يا استاذ، يعني ايه خدمات؟ التعليم. انا دلوقتي يا حبيب قلبي بقدم لك خدمه، يبقى انا كده راجل خدمي. الدكتور لما بتروح تكشف عنه بيقدم لك خدمه. السباك لما بيجي يصلح سباكه الشقه بيقدم لك خدمه، فدي اسمها خدمات. طيب اثبت يا عم تعد قاره افريقيا اعلى قارات في عماله الاطفال. يقول لك حيث يعمل طفل كل 5 عيال. طب بيشتغل في ايه؟ في الرعي او الزراعه او الصناعه او اي شغلانه. طيب وساعات بستغلهم في الاعمال العسكريه. الله يفتح عليك. طيب لو قال لك ايه؟ تعددت جهود الاتحاد الافريقي وغيره من المنظمات للقضاء على مشكله عماله الاطفال. يعني يا باشا الدول الافريقيه والاتحاد الافريقي بيهتم بالمشكله دي. اقول لك اول حاجه العمل على اقرار الزاميه التعليم. باشا انت ملزم انك تتعلم، مفيش حاجه اسمها انت مش بتتعلم. تقديم خدمات الدعم للاطفال العاملين. لما الاقي طفل بيتشغل لا انا احاول اساعده. برامج محو الاميه، ابدا اثقف اولياء الامور، الناس الكبيره اللي مش متعلمه. التوعيه بمخاطر عماله الاطفال، افهم ان انا لما بشغل طفل وهو صغير بوقعه في مشكله كبيره. طيب بيقول لك تعاني افريقيا من امراض. اثبت لي. اقول لك اولا مرض النوم اللي عند نص طلابنا ما شاء الله لو ما كانش كلهم، بسبب ذبابه حشره دبانه اسمها تيسيتسي. اسمها ايه يا استاذنا؟ تيسيتسي. طب يا استاذنا احنا قلناها كذا مره، مدرسين بيقولوها لنا تيسي. اقول لك يا حبيب قلبي عايز تقولها تيسي قولها، عايز تقولها تيسيتسي قولها، بس هي نطقها الصح تيسيتسي. طيب مرض النوم بتيجي ذبابه اسمها تيسيتسي تيجي تقرصك تلاقي انت اصلا كده كده من غير اي حاجه. طيب مرض الملاريا، مرض الايدز. وخلي بالك المرض الايدز ده مهم ليه؟ عشان يقول لك هو مرض فيروس نقص المناعه. ايه هو المرض؟ الايدز. طب امراض سوء التغذيه. امراض سوء التغذيه اللي هي بتحصل لاغلبيتنا، بص عشان الاندومي. امراض سوء التغذيه يا باشا عشان الاندومي اللي انت بتاكله. بطل اكل اندومي، امك وابوك طلعوا عينهم معاك، يا بلاش اكل اندومي براحتكم بقى. مرض السكري، امراض القلب والاوعيه الدمويه، امراض السرطان. ربنا يبعدنا ويبعدكم عن كل بقى الامراض دي. طيب ارتبطت الموسيقى بالطقوس الدينيه في مصر، في افريقيا عامه. طب ليه؟ زمان عشان كانوا يتقربوا للالهه. يعني مثلا دلوقتي شخص بيعبد البقره عايز يتقرب للبقره، يعمل ايه؟ يروح عند البقره ويقعدوا يطبلوا ويرقصوا على الطبول دي للتقرب للالهه. ايه يا استاذنا انت بتقول ده غلط؟ اقول لك اهو يا باشا انا ما جبتش حاجه من عندي. حيث كان الرقص على انغام الطبول وسيله للتقرب للمعبودات الافريقيه. ايه ده يا استاذنا؟ اقوم اطبق ايه يا حبيبي؟ ده غلط. هي تقعد ترقص وتقول انا بذاكر. طيب كده يا بيه خلصنا؟ لا لسه فاضل حته. خلصناش كده يا بيه؟ ما خلصناش لسه. تعددت الحرف التراثيه التي تعبر عن الهويه الافريقيه. الحرف يعني حرف زمان كانت موجوده لحد دلوقتي موجوده. كنا بنقول اول حاجه خشبيه الخشب، جلديه الجلد يبقى خشبيه والجلديه منسوجات، خشبيه وجلديه منسوجات، والاواني الفخاريه والفخار والخزف. طب تاني خشبيه جلود اللي هو الجلد، المنسوجات، الاواني والحلي اللي هي الحلل الالموني، الحلل الفخار والفخار والخزف. صعبه كده يا شباب؟ الحلي اللي هو الذهب. طيب جه بيقول لك ايه؟ تهتم قاره افريقيا بالحفاظ على التراث. افريقيا بتهتم بالحفاظ، خلي بالك هنا دول افريقيا مش مصر. اقول لك تضمنت اجنده 2063 خدناها في الترم الاول بعنوان افريقيا التي نريدها. اجنده محطوطه عشان نظر المستقبل. الاجنده دي بتشمل ايه؟ هدفا ببناء الهويه الثقافيه. معلش اجنده زي دي معمول فيها رؤيه للمستقبل، لما اتكلم فيها على الهويه الثقافيه فمعناها ان افريقيا اتكلمت عنها. جاء شعار قمه الاتحاد الافريقي 2021 لما اجتمعوا دول افريقيا، الشعار بتاعهم عنوانه ان الفن والتراث والثقافه ادوات لبناء افريقيا التي ايه؟ نريدها. ده بنأكد على دول افريقيا المهم للقوة الناعمة في حياة الشعوب. يعني ايه؟ يعني ان المرأة برضو مهمة عشان نطور الشعوب. طيب جا بيقول لك ايه؟ تعمل مصر على تعزيز. هنا بقى بيقول لك دور مصر. بيقول لك بقى مصر شاركت كتير قوي في فعاليات، فنظمت مهرجانين: مهرجان العربي الافريقي للفنون الشعبيه، يبقى المهرجان العربي الافريقي للفنون الشعبيه، ومهرجان الطبول والفنون. عملت كام مهرجان؟ 2. طيب
ما العلاقه يا استاذ؟ الاستعمار الاوروبي والتركيب اللغوي. هات لي دليل ان الاستعمار الاوروبي اثر على التركيب اللغوي. اقول لك يا باشا، عندك انجليزي في جنوب افريقيا، عندك فرنساوي في دول غرب ووسط افريقيا ورواندا والكاميرون. طيب ايه اللي هيحصل؟ ماذا يحدث اذا تناقصت نسبة صغار السن بافريقيا بحلول 2050؟ ايه اللي هيحصل لو عدد صغار السن قل؟ هنخش للمرحلة الكام الديموغرافية؟ الثالثة. طب احنا في الكام؟ في الثانية. طيب نصلي على النبي كده. الحمد لله خلصنا الوحدة الأولى. طيب نخش بقى على الوحدة الثانية، درسين برضو، درسين مهمين قوي. طيب صلوا على النبي يا شباب. الوحدة الثانية مهمة جدا، بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الدور الحضاري لمصر في افريقيا في عهد محمد علي. طيب اولا انا عايز اعرف مين محمد علي قبل ما اخش على الدرس. بص يا باشا، اولا افريقيا مهمة جدا، بس محمد علي ده باشا واحد في ولد في قولة، حتة اسمها قولة شمال اليونان. دخل الجيش، اسمه الجيش العثماني، دخل الجيش العثماني وبقى عسكري في الجيش، اترقى بقى ضابط في الجيش، واحده واحده بقى اترقى. طيب جم على مصر حاجه اسمها الحمله الفرنسيه، راح السلطان العثماني كان مسيطر على مصر واليونان، يا محمد يا علي تعالى يا عم اقضي لي على الحمله الفرنسيه، ما كده كده ده جيش عثماني وده جيش عثماني، تعالى يا عم من اليونان اقضي لي على الحمله الفرنسيه. يبقى جاء مع الجيش العثماني للقضاء على الحمله الفرنسيه. طب لما جه مع القضاء على الحمله الفرنسيه ايه اللي حصل؟ قال لك فضل قاعد في مصر وتودد للمصريين وتعين 1805، وقرر محمد علي يبني نهضة حديثة، وقرر ان هو يوسع حدود دولته. طب يا عم محمد يا علي ايه اللي خلاك تروح السودان او ايه اللي خلاك تفكر في التوسع؟ قال لك يا باشا انا عندي 4 اسباب. تعالوا نعد مع بعض: سياسية، عسكرية، جغرافية، اقتصادية. مش لازم تجيب الفيديو كله في يوم واحد او في قعدة واحدة، ممكن تقسمه واحدة واحدة. يبقى سياسية، عسكرية، جغرافية، اقتصادية. طب ايه السبب السياسي؟ قال لك انا عايز توسيع حدود مصر، انا عايز اوسع حدود مصر واكون امبراطورية عظيمة واقضي على المماليك اللي هربوا مني من مصر الى السودان. يعني ايه يا استاذنا؟ انا عايز اوسع حدود دولتي، حق يا عم، انا مش عايز اقعد في مصر بس، انا عايز اكبرها، وعايز اقضي على شويه ناس اسمهم المماليك. مالهم يا عم المماليك دول؟ دول هربوا مني من مصر الى السودان. طب انت ليه عايز تقضي عليهم؟ قال لك انا خايف لما المماليك اللي انا كنت بضربهم وجاروا مني يروحوا السودان يتحالفوا مع بعض او يتحالفوا مع انجلترا ويجوا يضربوني ويرجعوا مصر مني تاني. يبقى هو عايز يقضي على المماليك. دي اسباب سياسيه. طب عسكريه، قال لك تامين الحدود الجنوبيه. يبقى توسيع سياسه، توسيع الحدود سياسيه، اما تامينها ده ايه يا باشا؟ ده عسكري، وتسهيل الدفاع عنها. طب وجند مين؟ السودانيين اللي مشهورين بالقوه والشجاعه. طيب يا محمد يا علي، طب جغرافيا عايز اكتشف منابع نهر النيل وعايز اشوف ايه اللي في اخر نهر النيل ده. طب اقتصاديا سمعت ان عندكم ذهب وعاج وصمغ عربي وموارد كتير عايز استثمرها، يبقى استثمار الموارد الاقتصاديه. طيب يا محمد يا علي، انت هتيجي او كام رحله في عهدك هتيجي مصر؟ قال لك هتيجي قصدي السودان، او هتيجي جنوب افريقيا؟ قال لك 3. اول حمله حمله اسماعيل باشا. مين اسماعيل باشا؟ ابن محمد علي. طب تاني حمله كان محمد علي بنفسه. تالت حمله سليم بيك قبطان. طب يا محمد علي لما رحت السودان بيقول لك ادخل محمد علي في السودان مظاهر النهضه الحديثه، وذلك اللي عمله لذلك لما يدعي البعض ان الامبراطوريه البريطانيه هي التي كانت وراء هذا النهضه. لا، الناس دي غلط. قال لك ايه؟ الناس دي بتدعي غلط. طيب محمد علي اهتم بالمدن فانشا مدينه الخرطوم، وانشا مدينه ثانيه اسمها كسله. يبقى محمد علي لو جاء قال لك المدن اللي بناها، بنى كام مدينه؟ 2، الخرطوم وكسله. طب تعرف ايه عن الخرطوم؟ اللي هي مقر الحكمدار اللي كان بيحكم السودان وجعلها عاصمه، ولحد يومنا هذا الخرطوم هي العاصمه. راح قال لك اوصف لي الخرطوم اللي محمد علي بناها. قال لك يا باشا هي مدينه فيها مباني حكوميه وفيها مسجدين ومستشفى وفيها ترسانة لصناعة السفن النيلية. ترسانة ده يعني مصنع لصناعة السفن، وفيها عديد من المخازن والمصانع. يبقى لو قال لك وصف لي الخرطوم العاصمة اللي موجودة دلوقتي، هقول له فيها ترسانة لصناعة السفن وفيها مسجدين ومستشفى وفيها أماكن مباني حكومية وفيها مخازن ومصانع. طيب بعد كده بيقول لك اوصف لي المدينه الثانيه اللي هي كسله يا عم. قال لك اقام محمد علي فيها ابراج وتحصينات عسكريه. طب لما ابني في مدينه تحصينات وعسكريه ومباني عسكريه فدي كده امان ولا مش امان؟ اقول لك وبيها حاميات عسكريه ثابته، فدي كده امان، فاصبحت من اهم المدن في شرق السودان. طيب هنا بقى محمد علي
عمل حاجات كتير، ده خلت دول اوروبا، طبعا هناخدها بس فهي بما تفسر. طيب هنا محمد علي دول اوروبا خافت منه، فلما دول اوروبا تعارضت المصالح الاقتصاديه مع دول اوروبا مع محمد علي، فكان ذلك من اسباب تحالف دول اوروبا مع السلطان العثماني وعملوا معاهده لندن. لما عملوا معاهده لندن 1840 اضطر محمد علي ان هو يوافق على كلامهم، وعمل ايه؟ حصل محمد علي على حكم مصر والسودان وراثيا بناء على فرمان السلطان العثماني. طيب محمد علي لما راح السودان هيقضي على حاجه اسمها تجاره الرقيق. ايه تجاره الرقيق؟ تجاره الرقيق هي عمليه بيع وشراء البشر كعبيد، هقول لك كمان شويه وانا بشرح. طيب محمد علي، مين البطل بتاعنا ده اللي يا عم محمد علي ده؟ تعال اقول لك الابطال بتاعنا. انا عندي 3 ابطال او 3 شخصيات في الدرس ده. محمد علي باشا، الراجل ده قلت لك اتولد في مين؟ في قوله في شمال اليونان، التحق بالجيش العثماني وجاء على راس فرقه عسكريه، نجح في حكم مصر 1800 وكام و5، وتودد للمصريين، انشا المدن زي الخرطوم وكسلة، قسم السودان ل7 مديريات. طب يعني ايه يا استاذ نقسم السودان ل7 مديريات؟ افهمك. محمد علي لما حكم السودان لقاها كبيره، راح مقسمها 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. قسم السودان ل7 مديريات، وعين على كل مديريه من دول مدير. قشطه كده؟ طيب حس ان المديريه كتيره قوي برضو على مدير يحكمها لوحده، راح مقسم المديريات لمراكز، وعين على كل مركز ناظر. طيب ادي ده المديريه وده النظاره. طيب وعين بقى على السودان كلها حكم دار. طيب يبقى لو في مشكله هنا الناظر بيعرفها يبلغ المدير، المدير يبلغ الحكمدار، الحكمدار اللي في السودان يبلغ وزاره الداخليه المصريه. يبقى كده محمد علي قسم السودان لكام مديريه؟ 7 مديريات. المعلومه دي مهمه قوي. طيب اسماعيل باشا ده ابن محمد علي، وقاد حمله نحو السودان حتى وصل لمنطقه اسمها صنار. حتى وصل لمنطقه اسمها ايه؟ صنار. واقام اول من شغل منصب الحكمدار. يبقى مين اول حكمدار؟ اسماعيل باشا. مين اللي وصل لصنار؟ اسماعيل باشا. سليم بيك قبطان. سليم بيك قبطان ده ضابط وبحاره، كان كل شويه يروح عند البحيرات الاستوائيه اللي هي عند خط الاستواء، يخبط جنادل في شلالات، يرجع تاني، يروح يخبط جنادل وشلالات، يرجع تاني. بيقول لك جغرافي وضابط، قام ب3 رحلات متتاليه. كم رحله؟ 3 لاكتشاف منابع نهر النيل، النيل الابيض. طيب كمل طريقته للمنابع الاستوائيه، اقول لك لا بسبب الجنادل والشلالات. طيب بما تفسر، بيقول لك ايه؟ مجيء محمد علي الى مصر على راس فرقه عسكريه. يا محمد يا علي ايه اللي جابك مصر على راس فرقه عسكريه؟ قال لك بهدف المساهمه في تحرير المصريين من الحمله الفرنسيه. طب يبقى انت جيت ليه؟ عشان حررها من الحمله الفرنسيه. لو جاء قال لك رغبة محمد علي في القضاء على المماليك الذين فروا للسودان. يا محمد يا علي انت من اسبابك من اهدافك كنت عايز تقضي على المماليك، الاهداف السياسية. ليه؟ قال لك خوفا من تجمعهم او تحالفهم مع بريطانيا والعودة لاستعادة مصر. يبقى تقول تاني خوفا من تجمعهم او تحالفهم مع بريطانيا والعودة لمصر. طيب قيام محمد علي بنفسه بحملة إلى السودان. يا محمد يا علي أنت إيه اللي خلاك الحملة التانية؟ هو أول واحدة بتاعت إسماعيل باشا ابنه. طب إيه اللي خلاك يا إسماعيل بقى يا محمد يا علي بنفسك تيجي السودان؟ قال لك ليتفقد الإدارة المصرية، شوف الدنيا ماشية إزاي هناك، والبحث عن المعادن. طب هل لقى معادن؟ لقى الدهب في منطقة اسمها دنقلة. ولما راح بقى السودان لقى تجارة اسمها تجارة الرقيق اللي هي بيع وشراء البشر كعبيد، فراح أصدر قوانين يمنعها. طب هل منعها؟ لا بس هو قللها. طيب ليه سليم بيك قبطان رحلته ما استكملتش؟ بسبب الجنادل والشلالات التي حالت دون تقدم السفن، وفعاد الى الايه؟ الخرطوم. طيب قيام محمد علي بمحاكمه بعض الموظفين ومصادره اموالهم. طيب بيقول لك محمد علي وهو في السودان خد شويه موظفين، تعالى يا ابني انت هو هاتوا فلوسكم وصادر اموالهم. طب وحاكمهم. طب ليه؟ قال لك دول معروفين بسوء ادارتهم، ما كانش عندهم ضمير وبيستغلوا المناصب دي، فانا تعالوا هتبقى الفلوس انتوا اخطاء من البلد. اهتم محمد علي، المفروض دي اهتم محمد علي بانشاء حاميه عسكريه في السودان. ليه يا عم محمد علي اهتميت يبقى عندنا جيش في السودان؟ بهدف توفير الامن والامان والحمايه. اي جيش عامه في اي بلد بهدف توفير الامن والحمايه. والجيش اللي محمد علي عمله في السودان كان بيتكون من 3 حاجات: جنود مصريين
جنود سودانيين القليل من الاتراك. يعني انت كنت بتجيب الجيش بتاعك شويه مصريين على شويه سودانيين وقليلين جدا اتراك. طيب تدفق الاهالي من المناطق المجاوره الى منطقه كسله. ايه اللي خلى باشا الاهالي يروحوا كسله؟ اقول لك بسبب قيام محمد علي ببناء ابراج ومواقع للتحصينات وجعلها حاميه عسكريه ثابته. يا باشا دي منطقه امان، ايه اللي يخليني اقعد في منطقه ما فيهاش امان؟ دي امان. طيب ليه محمد علي بنى الكتاتيب؟ ده في التعليم، بيقول لك انشا الكتاتيب لتعليم القراءه والكتابه وحفظ القران. محمد علي اهتم بالتعليم، انشا الكتاتيب. طب ليه انشا الكتاتيب؟ لتعليم القراءه والكتابه وحفظ القران. طيب ارسل محمد علي بعثات من السودانيين لمصر. ليه خد شويه ناس من السودان وداهم مصر؟ لكي تتلقوا التعليم، عشان يتعلموا في مصر، خاصة في المجال العسكري والمجال الإداري. ممكن تجي لك أكمل. أرسل محمد علي بعثات من السودانيين إلى مصر لتلقوا التعليم خاصة في المجال العسكري والإداري. طيب أرسل محمد علي مزارعين للسودان. بالعقل كده، ليه محمد علي بعت مزارعين للسودان؟ قال لك لتدريب السودانيين على الزراعة المتقدمة. طيب اهتم محمد علي بتحسين الانتاج الحيواني. ليه يا عم محمد علي اهتم بالانتاج الحيواني؟ قال لك يا باشا انا عن هدفي اصدر المواشي، ايوه اجيب شويه مواشي اربيهم يتجوزوا يخلفوا يطلعوا لي مواشي ثانيه كده وابيعها، الموضوع يمشي. ان ما النتائج المترتبه على، يجي بيقول لك ما النتائج المترتبه على ارسال محمد علي حمله للسودان بقياده ابنه. ايه اللي حصل لما بعت اسماعيل باشا؟ قال لك يا باشا على فكره الحمله دي ما كانش لوحده، ده كان معاه مجموعه من الفرنسيين وعلماء مصريين، عشان تبقى عارف برضه ما كانش رايح لوحده. طيب رتب على ذلك الحمله، وصل الى مدينه سونار وسيطر على عدد من المدن. طب فاكرين ايه هي المدن؟ وادي حلفا، دنقاله، كورتي، مروى، برباره، شندي، حلفا، يا ام درمان، وادي مدني، فازغلي. طيب مش عليك كده حفظهم كده كده، بس انا بقول لك للمعرفه. طيب بيقول لك ايه؟ بما تفسر قيام محمد علي بقياده حمله للسودان. يا محمد يا علي ايه النتائج اللي ترتبت انك رحت السودان؟ قال لك نجح في الوصول لمناجم الذهب اللي قلنا فين؟ في دنقله، واصدر اوامر بالغاء تجاره الرقيق. طب هل هو منعها نهائيا؟ اقول لك لا، بس قللها. جدع. طيب ايه النتائج اللي ترتبت على، يلا بينا. قال لك يا باشا تمهيد الطريق بين مصر والسودان. محمد علي لما مهد الطريق ايه اللي حصل؟ اقول لك ادى الى ذلك اقبال الشباب من السودان للازهر الشريف. لما محمد علي عمل كده جه عيال كتير من الازهر الشريف، قصدي من السودان، يدرسوا في الازهر الشريف. اهتمام محمد علي بالزراعه في السودان، ازود مساحه الاراضي الزراعيه. النتائج المترتبه على معاهده لندن، ترتب على ذلك ان تخلى محمد علي على معظم الاراضي التي كانت خارج مصر. محمد علي قال لهم لا خدوا بقى الاراضي عشان احكم انا مصر والسودان كفايه عليا. طيب جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ ما النتائج المترتبه على اصدار السلطان العثماني فرمان 1841. ايه اللي حصل لما السلطان اصدر فرمان بعد معاهده لندن؟ بقى محمد علي يحكم مصر والسودان وراثيا. يعني ايه وراثيا؟ يعني هو وعياله. أراد محمد علي إرسال حملاته الحربية إلى السودان تحقيق أهداف سياسية. هنا بيقول لك بمعنى أصح قول لي الأهداف السياسية بشكل شيك. أقول لك إيه؟ توسيع الحدود، تكوين إمبراطورية، والقضاء على المماليك الهاربين للسودان. طيب كان لمحمد علي دور إنساني؟ لا مش هنسيك يا قلبي، عيب عليك. قال لك كان لمحمد علي دور انساني ما فيش غير حاجه واحده، منع تجاره الرقيق، حيث امر اثناء حملته على السودان بالغاء تجاره الرقيق، وهي تعاني اول محاولات التي استمرت لعقود طويله لانهاء تجاره الرقيق. طيب جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ عمل محمد علي على تطبيق القانون ونشر العداله. محمد علي لما راح هناك السودان لقاها عادات وتقاليد، قال لك لا الحوار ده مش ماشي معايا، فكك بقى من الاحكام العرفيه دي والكلام ده كله، مش جاي معايا سكه، انا هطبق قانون. طب انا دوله عثمانيه فهطبق قانون العثماني، حيث حارب محمد علي الفساد الاداري في السودان بعد ان بسط نفوذه هناك، وحيث قام بمحاكمه عدد كبير من الموظفين، وطبق القانون العثماني. بزود هنا وطبق القانون العثماني. طيب تنوعت عناصر الحامية، قلنا الجيش كان بيتكون من ايه؟ جنود مصريين، جنود سودانيين، والقليل من الاتراك، ودخلها الفرن تبقى زي الفل. بيقول لك ايه؟ اهتم محمد علي بتطوير القضاء. عمل ايه؟ حيث عين قاضي على كل مديرية. يعني عمل ايه؟ كل مديرية عين عليها قاضي، وكانت سلطته محدودة،
وعين على مصر على السودان كلها قاضي، وده صاحب الكلمه الاخيره. يعني الحكم قاضي المديريه بيصدره وبيرجع لكبير القضاه هو اللي يقوله. يبقى شاف حيث استخدم القانون العثماني للفصل في المنازعات بدلا من العادات والتقاليد والاعراف، وقام بتعيين قاضي لكل مديريه ولكن سلطته محدوده، وعمل كبير القضاه. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ اهتم محمد علي بالتعليم في السودان. ايه دليلك ان محمد علي طور التعليم؟ اقول لك: نشر الكتاتيب اللي لسه قايلين لتعليم القراءه والكتابه وحفظ القران، انشا بعض المدارس النظاميه في المناطق الحضريه، بقى انشا مدارس نظاميه في المناطق الحضريه، وارسل بعثات من السودانيين الى مصر لتلقي العلم. قام محمد علي بعدة أمور للنهضة في الزراعة. عمل إيه في الزراعة؟ قال لك يا باشا: أرسل مزارعين مصريين لتدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة، جاب فلاحين من مصر وداهم السودان عشان يعلموا السودانيين إزاي يزرعوا بطريقة متقدمة. اهتم بمشاريع الري. طب عمل إيه؟ أدخل نظام السوائق وحفر الري، قنوات الري، وأدخل محاصيل زي القطن وقصب السكر بيجي في أكمل كتير وبعض أنواع الأشجار. اهتم محمد علي بالتعدين في السودان. يا محمد علي انت اهتميت بالتعدين؟ اقول لك حصل، حيث انه اهتم بالبحث عن المعادن وخاصة الذهب والحديد. الذهب والحديد خاصة نجح في الوصول الى مناجم الذهب في دنقلة. انا بقوله مستني الطلاب يردوا ورايا ان شاء الله. طيب انشأ محمد علي العديد من المصانع في الخرطوم. عمل مصانع، ايوه يا باشا، عمل مصنع البارود، ايوه انشأ مصانع البارود، وعمل ترسانة كبيرة لصناعة الاسلحة، وحط في الترسانة دي حاجتين: مصنع لنجارة الخشب، وفي نفس الوقت حط فيها معمل عشان يشكل الحديد، اخد الحديد من هنا واخد الخشب من هنا واصنع فينا السفن. طب لو جه قال لك ما العلاقة محمد علي ونظام الحكم والإدارة؟ قلنا باشا: أقام محمد علي نظاما حديثا وقام زيه في مصر. طب ايه الهدف من كده؟ إرساء الأمن، عين حكم دار، قسم السودان ل7 مديريات، تطبيق القانون والعدالة. محمد علي طبق الأمن، عين حكم دار، أو من أول حكم دار إسماعيل باشا بن محمد علي. طيب ماذا يحدث إذا لم يهتم محمد علي بالتجارة والنقل في السودان؟ إيه اللي هيحصل لو محمد علي كان أهمل التجارة والنقل؟ لم يتم تأمين طرق التجارة الذي كلف الشيوخ بحمايته للطريق البري، لم يتم تطوير الملاحة النهرية، لم تصبح مدينة الخرطوم من أهم المحطات التجارية. صعبة كده يا شباب؟ طيب نخش على الدرس قبل الأخير في مراجعة الشهر، وهو درس خلفاء محمد علي. صلوا على النبي. طيب هديك سؤال كده في نص الدرس ده وأنا شغال. السؤال ده أول واحد هياخد باله منه، اللي هو هيتفرج على الفيديو هياخد باله منه، هيبعت لي الإجابة بتاعته على الخاص، وليه عندي جايزة إن شاء الله، جايزة مادية حلوة. طيب حتى لو ما كانش طالب معايا. طيب بيقول لك إيه؟ الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد محمد علي. طيب أول حاجة هجيب سيرتها. مين هو؟ واحد اسمه إبراهيم باشا. إبراهيم باشا مين يا عم محمد كرم؟ إبراهيم باشا. إبراهيم باشا ده باشا ابن محمد علي. طب ابن محمد علي ده قال إيه؟ قال لك إن مستقبل مصر في أفريقيا. يبقى أول واحد هدرسه مين؟ واحد اسمه إبراهيم باشا. إبراهيم باشا. طب تعرف إيه يا عم محمد كرم عن إبراهيم باشا؟ قال لك قال إن مستقبل مصر في أفريقيا. طيب بيقول لك إيه؟ ازداد دور مصر الحضاري وتعددت الكشوف الجغرافية. اهتم سعيد باشا في افريقيا، واهتم الخديوي اسماعيل بافريقيا. تعال نمسك واحد واحد. اول حاجه الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل كان عنده اهداف، بس تعالى اقوله لك. الخديوي اسماعيل كان عنده اهداف، يعني انا مش ماشيين بترتيب الكتاب، يعني انا بشرح لك اللي هو منجز الدرس. قال لك يا باشا انا عندي هدف، انت عندك هدف وانا عندي هدف. ايه هدفك يا عم اسماعيل؟ قال لك يا باشا استكمال ما بدأه محمد علي. طيب ايه الحاجه اللي محمد علي بدأها وهو عايز يكملها؟ قال لك اكتشاف منابع نهر النيل. طب عايز اكمل ما بدأه سعيد ومحمد علي. طب ايه الحاجه اللي بدأها سعيد ومحمد علي وهو عايز يكملها؟ قال لك القضاء على تجاره الرقيق. يبقى اول حاجه هدف استكمال ما بدأه محمد علي وسعيد في محاربه تجاره الرقيق. الرغبه في استكمال مسيره جده محمد علي في الوصول. طب يا استاذنا مش ده ابنه؟ اقول لك لا، الخديوي اسماعيل حفيده، اسماعيل باشا ابنه. يبقى الرغبه في استكمال مسيره جده في الكشوف الجغرافيه، تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية. هو مؤمن ان انا لما اسيطر على مصر ودول افريقيا كلها او دول نهر النيل ابقى كده عامل حاجة اسمها وحدة جغرافية. طيب ايمانه بدور مصر في ادخال الحضارة. فكك من النص ده عشان من عليك. ايمانه بدور مصر، شايف ان مصر ليها دور كبير قوي في نشر الحضارة. طيب واجهنا كتير من التحديات الطبيعية والبشرية واللي خليته يقف. طيب
عباس باشا ماله عباس؟ عباس قال لك يا باشا انا مش بتاع اكتشافات جغرافيه، حلكوا مني. طب انت بتاع ايه يا عم عباس؟ قال لك يا باشا انا بتاع ايه؟ انا كل اللي هعمله مدرسه ابتدائيه في الخرطوم، وهجيب الناظر رفاعة الطهطاوي، واهتم بالتجاره، وحلو على كده. ده مين؟ عباس باشا. طيب سعيد باشا هو الاول، ابراهيم قال كلمته مستقبل مصر في افريقيا، بعد كده عباس، بعد كده سعيد، بعد كده اسماعيل. طب سعيد بقى عمل حاجات تانية، عمل اصلاحات كتير، منها انشاء المجالس العرفيه وانشاء مجالس الاقاليم. طب يا استاذنا يا مجالس عرفيه دي يعني ايه؟ اقول لك، لو انا وباي شخص في بينا مشكله، طيب هنتخانق وكده، اقول لك لا احنا هنجيب حد كبير من هنا وحد كبير من هنا، ونجيب شخص في النص ونعمل قعده عرب، اللي اسمها دلوقتي قعده عرب، بس زمان كان اسمها ايه؟ مجالس عرفيه. وعملها عشان يخلي السودانيين يشاركوا في الحكم، يبقى هو تجمع من الشخصيات ذات النفوذ لفض المنازعات بين الافراد استنادا الى الاحكام والعادات والتقاليد. الله يفتح عليكم. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل اللي هو بطل، يعتبر بطل القصه كلها. طب يا خديوي اسماعيل مالك يا حبيب قلبي؟ قال لك يا باشا بس كده زي الفل. قال لك يا باشا انا انشات بعض المدارس وبعض المكاتب، وانشات دار البريد، وانشات فنار في ميناء بربره على خليج عدن. طيب تعال نمسك بقى حاجه اصلاحات كل من سعيد واسماعيل. طب يا سعيد انت صلحت، قال لك يا باشا انا قسمت السودان ل5 مديريات. طب محمد علي كانت 7. طيب الخديوي اسماعيل قال له يا باشا طب انا بقى قسمت السودان ل12 مديريه و5 محافظات. يبقى تاني 7 محمد علي، 5 سعيد، 12 اسماعيل. طيب بيقول لك هنا قسم السودان. طب وعمل ايه؟ عزل الموظفين المعروفين بسوء المعامله. كان في شويه موظفين بيعاملوا الناس معامله وحشه، عزلهم، وامر مديري اللي هو المدير بتاع حكام الاقاليم ان هم يعاملوا الناس معامله حسنه، وانشا المجالس العرفيه اللي احنا لسه قايلينها. طيب لو جه قال لي بما تفسر، تعالى بقى نقسم الدرس كده بما تفسر عشان نعرف نلم. قيام سعيد بزياره السودان. ليه يا عم؟ سعيد اللي هو الثالث، ابراهيم قال مستقبل مصر، عباس بتاع المدرسه، سعيد. هو سعيد واسماعيل هم اللي فيهم كلام كتير. طب سعيد انت رحت زرت السودان ليه؟ قال لك يا باشا انا عشان ادرس اوضاعها، اشوف الوضع هناك ماشي ازاي، زي محمد علي، وتحسين احوالها، وانمي مواردها، واهتم بشؤون مواطنينها. انا رايح يا باشا اشوف الدنيا ماشيه ايه عشان اهتم بالناس اللي هناك. طيب عملت تاني سؤال، انشاء سعيد باشا مجالس عرفيه. انت ايه خلاك تعمل يا عم مجالس عرفيه هناك؟ قال لك لاشراك السودانيين في حكم السودان. طيب انشا سعيد باشا مجالس الاقاليم. خلي بالك المجالس العرفيه دي اصلاحات اداريه، اما المجلس الاقاليم اصلاحات قضائيه. قال لك يا باشا انا عملت مجلس اقليم عشان افصل في الخصومات المدنيه والتجاريه، لو مشاكل بين الناس عامه او مشاكل بين التجار. طيب يا اسماعيل ليه عملت معسكرات عند نهر الصباط؟ ده اجتماعي. قال لك بهدف منع تجاره الرقيق. يبقى سعيد باشا ليه عمل معسكرات لمنع تجاره الرقيق. طيب إقامة نقاط عسكرية في المناطق التي وصل إليها مع إسماعيل. ليه إسماعيل كل منطقة وصل ليها حط منطقة عسكرية؟ قال لك يا باشا عشان أحميها وأمنها وارفع علم مصر عليها، يبقى لحمايتها وتأمينها ورفع علم مصر عليها كده. أرسل الخديوي إسماعيل خريجي مدارس الخرطوم إلى مصر. انت ليه خدت العيال اللي اتخرجوا يا عم اسماعيل من مدرسه الخرطوم اللي عملها عباس وديتهم مصر؟ قال لك بهدف اتمام دراستهم على نفقه الحكومه المصريه. تعالوا كملوا زي منحه، تعالوا كملوا دراستكم. طيب بما تفسر، ادخل الخديوي اسماعيل تعديلات على التقسيم الاداري في السودان. ليه خلتها من 5 ايام سعيد ل 12 و5 محافظات؟ قال لك بسبب توسعاته وضم اراضي حديثه، يعني ضم اراضي اكتر. طب اهتم الخديوي اسماعيل بالتوسعات في زراعه القطن بالسودان. ليه يا عم سعيد اهتميت ليه يا عم اسماعيل اهتميت بزراعه القطن؟ قال لك القطن ده من المحاصيل اللي انا بصدرها، بزرعه وبصدره عشان اشغله، يبقى لكي يدعم الصناعه التصديريه. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ ازدهرت حركه التجاره في السودان خلال فتره حكم الخديوي اسماعيل. ليه التجاره زادت؟ طب ما دام التجاره زادت يبقى اكيد المنطقه دي فيها امن وامان ولا لا؟ اكيد في امن وامان، استقرار الامن. طيب وفي في المناطق الافريقيه التي ضمها الامبراطوريه المصريه، وانشاء عديد من الطرق والمراكز التجاريه. انا عندي طرق كويسه وعندي مراكز تجاريه وعندي امن، فاكيد التجاره هتتقدم. طب بما تفسر سوء الاوضاع الداخليه في مصر اثناء ايام حكم اسماعيل.
ليه وضع مصر الداخلي في نهاية اسماعيل باظ؟ بسبب ان انا عندي ازمة مالية، عليا فلوس متلتلة، وازمة سياسية، في مشاكل على الحكم. طيب لو قال لك ما النتائج المترتبة على ايه اللي ترتب على ارسال الخديوي اسماعيل عدة حملات ورحلات لاكتشاف افريقيا؟ ايه اللي حصل لما اسماعيل بعت حملات واكتشافات؟ ترتب على ذلك توسيع حدود مصر في الجنوب وضم بعض المناطق. طيب ارسال خريجي مدارس الخرطوم، ايه النتائج لما قلت لنا فوق خدنا عيال من مدارس الخرطوم وديناهم وعلمناهم على حسابنا؟ ايه اللي حصل؟ قال لك نبوغ عدد كبير في مجالات ايه؟ الهندسه والمساحه والتاريخ. طيب دلل، وده هيطول معانا شويه. دلل عشان يلم لك الدرس اكتر. اثبت نشطت الاكتشافات الاوروبيه في عهد سعيد. بيقول لك سعيد اول ما مسك الحكم جه حاجه اسمها الجمعيه البريطانيه الجغرافيه الملكيه. دي جمعيه اسمها الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه. مالها الجمعيه دي؟ جابت ناس من اوروبا، قال لك يا باشا عشان نكتشف افريقيا، يبقوا حيث ارسلت الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه العديد من البحوثات لاكتشاف منابع نهر النيل. طيب جه بعد كده بيقول لك اهتم سعيد باشا باصلاحات الاجتماعيه. طب انت اهتميت بالمجتمع عم سعيد باشا لما جيت السودان؟ قال لك اه طبعا، انا خففت الضرايب وقسطتها. طب يا عم انا مش قادر ادفع، قسطت خفيتها وقسطتها وانا مش قادر ادفع، خلاص يا عم اعفاء الاهالي عن الضرائب المتاخره، وراح اسقط الضرايب عن الجنود، مفيش جندي بيدفع ضرايب. والله دي حلوه قوي. اهتم سعيد باشا بالنقل والبريد. سعيد حيث نظم مواصلات وبريد في مصر والسودان، فأنشأ محطات على مسافات محدودة، عربية تيجي تنقلك من هنا لهنا لتغيير دواب النقل. بيقول لك ايه؟ أراد الخديوي إسماعيل في توسعاته في أفريقيا تحقيق جوانب إنسانية. إسماعيل كان في جانب كده من جوه كده زي محمد علي، أقول لك منع تجارة الرقيق. قلنا أي جانب إنساني حط منع تجارة الرقيق. طيب نجحت الحملات والرحلات التي ارسلها الخديوي اسماعيل لاكتشاف افريقيا. نجحت حيث اكتشف المنابع الاستوائيه ووصل الى مديريات خط الاستواء، وهي بحيره اسمها البرت وبحيره فيكتوريا. ده مش بس كده، ده كمان اكتشف الشرق الحبشه ووصل الى الصومال اللي هي منطقه اسمها القرن الافريقي، ورسم خريطه عشان يامن ويوثق ان هو وصل للمناطق دي. طيب دلل يا عم. انعكست النهضة العلمية بمصر في عهد الخديوي اسماعيل على السودان. يعني التقدم في مصر في التعليم أثر على السودان. ليه؟ حيث أرسل المعلمين وعلماء الأزهر ليقيموا بتدريس في المدارس والمكاتب في هناك في السودان، وجاب عيال من هناك. أرسل خريجي مدارس الخرطوم إلى مصر. يبقى عمل حاجتين، خد ناس عندنا وداهم هناك يعلموهم، وخد ناس من هناك وداهم هنا احنا نعلمهم هنا. طيب اتبع الخديوي اسماعيل سياسه زراعيه بالسودان تهدف لزياده الانتاج. الخديوي اسماعيل اتبع سياسه تهدف الى زياده الانتاج. طب ايه هي السياسه دي؟ استصلاح الاراضي الزراعيه وانشاء المزارع، التوسع في زراعه القطن. طيب قبل ما اكمل سؤال يا باشا الفيديو، واللي هيجاوبني عليه على الخاص رقمي معاك يا باشا ان شاء الله، ليه عندي جايزه كويسه، وهو قارن بين التقسيم الإداري في عهد سعيد وعباس ومحمد سعيد وإسماعيل ومحمد علي. قارن بين التقسيم الإداري في عهد سعيد وإسماعيل ومحمد علي. تبعتوا لنا يا باشا على الخاص. دي أول حاجة. السؤال الثاني، قارن بين الهجرة الوافدة والهجرة النازحة. في ورقة كويسة إجابتك كويسة وابعتها لي، عندي جايزة مادية. طيب يلا بينا يا شباب. بيقول لك ايه؟ شهدت السودان في عهد الخديوي اسماعيل نهضه في النقل البري. عملت ايه يا عم اسماعيل في النقل البري؟ عجبني قوي البتاع دي. عملت ايه؟ قال لك يا باشا انشاء وتحسين الطريق البري. يعني ايه؟ حسن الطريق وسفلته. وعمل ايه تاني؟ مد خطوط السكك الحديديه بمحاذاه نهر النيل. يعني ايه يا استاذ؟ ده نهر النيل يا حبيب قلبي، ده الجزء بتاع مصر، هو الجزء بتاع السودان عمل خط سكه حديد. طيب يلا يا شباب. بيقول لك ايه؟ اهتم الخديوي اسماعيل بالملاحه النهريه في السودان. يعني اهتم ان هو يصلح طرق النهر في السودان. اقول لك ايه؟ اصلح مجرى النيل جنوب وادي حلفه فاصبح صالحا لمرور السفن. يعني ايه؟ صلح الطريق بقى السفن تمشي بسهوله. واصلح ترسانه الخرطوم التي انشاها في عهد محمد علي. بيقول لك ايه؟ حدث الملاحه البحريه في عهد اسماعيل بان هو اهتم بيها، يعني حيث أنه راح عند ميناء بربرة وأنشأ فنار. يبقى أنشأ فنار عند ميناء بربرة.
طب فين ميناء مربرة ده؟ على خليج عدن، وبنى رصيف عشان السفن تركن عليه. طيب اهتم الخديوي اسماعيل بوسائل الاتصال اللي هو النقل والبريد. عمل ايه؟ انشأ العديد من مكاتب البريد في السودان. عمل مكاتب كتير للبريد عشان لو عايز ابعت اي حاجه من حته لحته. واسس اداره مخصوصه للبريد في الخرطوم، ومد خطوط التلغراف في مدن كتيره في الخرطوم. طيب بيقول لك ايه؟ واجهت مصر اثناء توسعاتها لاكتشاف نهر النيل صعوبات ادت الى توقفها. طيب مادام دي يبقى هنا عايز الحاجات الطبيعيه. اولا مادام طبيعيه يبقى عايز كلها طبيعيه، ما تقوليش حاجه بشريه. طب السؤال البشريه تلاقي تحتها على طول. طيب عدم صلاحيه معظم الانهار والبحيرات للملاحه. كتير قوي من الانهار مش ينفع استخدمها في الملاحه ان انا اتحرك فيها. طيب ضيق الطرق البريه دي حاجه طبيعيه، وكثره التعرق. انتشار الامراض والاوبئه، طب دي حاجه طبيعيه، وفي حيوانات مفترسه وفي حشرات ضاره. الطريق فانا ماشي في صحراء. طب ايه تاني؟ غزاره المطر وارتفاع درجه الحراره والرطوبه، كل دي اسباب تؤدي ان انا اوقف استكشافاتي. طيب دي الطبيعيه. طب يا عم قول لي ايه البشريه؟ سوء الاوضاع الداخليه بمصر. وضع مصر ما بقاش وحش، ما بقاش حلو قصدي، لوجود ازمه ماليه وازمه سياسيه في اواخر عهد اسماعيل. الاستعانه بالاجانب في الوظائف، يعني هو جاب اجانب يساعدونا في الوظائف. طيب كده احنا خلصنا. لا فاضل سؤال، خلصناش كده، لسه فاضل سؤال. ما العلاقه بين الخديوي اسماعيل واكتشاف منابع نهر النيل؟ ايه علاقتك يا عم اسماعيل باكتشاف منابع نهر النيل؟ اقول لك، نجحت الحملات التي ارسلها الخديوي اسماعيل الى افريقيا في اكتشاف منابع نهر النيل الاستوائيه حتى وصل الى البرتو فيكتوريا. كده بيه انت خلصت مراجعه اول وحدتين. يعني يا باشا يعتبر انت منهجك 4 وحدات، انت كده راجعت وحدتين، وحدتين بهيئه شرح مش بهيئه حل. طب يا استاذنا انا محتاج حل، قلت لك الحل هتلاقيه ان شاء الله هينزل خلال الاسبوع الجاي على اليوتيوب فيديو مراجعه الشهر. طيب صلى على النبي. بعد كده الدرس بيتكلم عن الزراعه والثروه الحيوانيه والسمك في افريقيا. طيب انا كنت الاول في افريقيا فلاح على قد حالي، اي حته ارض صغيره تكفيني، فكنت بزرع نوع زراعه اسمه زراعه بسيطه على قد حالي، احقق اكتفاء ذاتي وخلاص. الناس زادت والعدد زاد، فقدامي حل من حلين: لا الا ازرع الارض اكتر من مره فتبقى زراعه كثيفه، لا الا اشتري حته ارض جديده وتبقى زراعه واسعه. يبقى الزراعه كانت في القرن العشرين اللي فات معتمده على الزراعه الايه؟ البسيطه، وبعد كده اتحولت لزراعه ايه؟ كثيفه وتجاريه. طيب مين اهم دول اعتمادا على نوع من الزراعه اسمها الزراعه الذكيه؟ مصر، غانا، مالي. مستر يعني ايه الزراعه الذكيه؟ في زراعه ذكيه وزراعه غبيه؟ اقول لك لا طبعا. الزراعه الذكيه مناخيا. بص يا شباب، هي الزراعه التي تهدف لزياده الانتاج. انا عايز اجيب منتجات كتير. طيب حلو، زياده الانتاج بشكل مستدام مع التاقلم مع التغيرات المناخيه، واكون بتاقلم مع اي تغير مناخي. يبقى هي الزراعه التي تستهدف لزياده الانتاج بشكل مستدام مع التاقلم مع التغيرات المناخيه، مع التاقلم مع التغيرات المناخيه. الله يفتح عليك. يبقى هي الزراعه التي تستهدف لزياده الانتاج بشكل مستدام مع التأقلم مع التغيرات المناخية. طب ايه تاني؟ طب لما اتأقلم مع التغيرات المناخية واطلع انتاج كتير هقلل من الاحتباس الايه؟ الحراري. طب مين الدول اللي ساعدت للحوار ده؟ مصر، غانا، مالي. مصر، غانا، مالي. طب احنا عندنا قد ايه اراضي زراعية؟ اقول لك خمس مساحتنا اراضي زراعية 20%. ترتيبنا الكام في الزراعة؟ ترتيبنا الثالث في الزراعة بعد مين؟ اسيا واوروبا. طب في عمال الزراعة ترتيبنا الاول، يبقى في الزراعة الثالث، عمال الزراعة الاول. طيب استاذنا انا عندي كام نوع من المحاصيل؟ لو انا دلوقتي هزرع اقول لك عندي 4 انواع من المحاصيل: حبوب غذائية زي الذرة الرفيعة، حبوب ضرنية اللي هي شبه البطاطس زي الكسافة واليام، محاصيل منبهات زي الكاكاو والبن والشاي، محاصيل نقدية قطن ومطاط. طيب بيقول لك خلي بالك كل محصول من دول هنقوله واحدة واحدة، بس خلي بالك ان القطن المصري والسوداني احسن نوع قطن في العالم. ليه؟ لانه طويل التيلة، نوع اسمه طويل التيلة. طيب خلي بالك افريقيا فيها عشر انتاج المطاط، معلومات مهمة. تأتي مصر في المركز الأولى في الإنفاق على البحوث الزراعية. طب إيه مشاكل الزراعة اللي قابلت أفريقيا؟ أنا عندي 4 مشاكل للزراعة، زي الجفاف والفيضان، إن الأرض جف. طب الأرض بتجف ليه؟ بسبب قلة الأمطار. طب الفيضان يعني المية زادت وبيعمل تجريف للتربة. تدهور التربة الزراعية، الأرض بايظة. ليها كام سبب؟ ليها سببين هناخدهم كمان شوية. طيب هجوم أسراب الجراد، تلاقي حشرة الجراد هجمت بشكل كبير
وحصل في شرق افريقيا قبل كده ضعف التمويل والصراعات. طيب ننقل بعد كده، بينقل معاك في الدرس على الرعي والثروه الحيوانيه. انا باخد فكره على الدرس ككل، وبعد كده ايه هنمسك حاجه نخصصها بقيه اسئله. طيب الرعي بيقول لك ربع مساحه افريقيا اراضي زراعيه، ترتيبنا الكام؟ ترتيبنا الثاني في الرعي، بعد مين؟ اسيا. امال ترتيبنا في الزراعه الكام؟ الثالث. طب عمال الزراعه الاول. طب مصر ترتيبها كام في نفقه على الزراعه؟ الاول. طيب جه بعد كده بيقول لك ايه؟ الثروه الحيوانيه، تعد دولة السودان وكينيا والصومال واثيوبيا من اهم الدول في الثروة الحيوانية. طب اشمعنى؟ عشان هم بيربوا حيوانات عشان يصدروها، واكتر دول بتشتري دول الخليج العربي. طب ايه مشاكل اللي بتقابل الحيوانات؟ اقول لك الجفاف، مفيش اكل ومفيش الجفاف قصدي مفيش ميه، بتؤدي الى نفوق اعداد كبيرة من الحيوانات. عادات وتقاليد القبائل اللي بتربي حيوانات عشان تخلي تدفع بمهر الزواج. طيب الصراعات السياسية ومشاكل التنقل الرعوي. طيب نخش على الثروة السمكية. السمك ترتيبنا الكام؟ الرابع. يبقى خلي بالك عشان الترتيبات، في الزراعة الثالث، الرعي الثاني، عمال الزراعة الأول، السمك الرابع. طيب مصايد السمك عندك اتنين، مصايد طبيعية نسبتنا كام في المية؟ 82%. طب أنا عندي المصايد الطبيعية مقسومة لبحرية وداخلية. البحرية بحر أحمر، بحر متوسط، محيط هندي، محيط أطلنطي. طب الداخلية ممكن نهر أو بحيرة أو كذا. مين أهم دولتين؟ عندك يا باشا المغرب، بعد كده موريتانيا. طيب دي المصايد الطبيعية. المزارع السمكية قلنا التانية 82، تبقى دي 18 عشان دي يسيبوا 100%. طيب يعني ايه يا استاذنا مزارع سمكية؟ يعني احواض يا حبيب قلبي كده اهو، بحط فيها مية وبحط فيها اكل واوفر كل الحاجة اللي السمك عايزه، واحط سمك واسيبه يكبر ويبيض ويكبر ويبيض وهكذا. يبقى شباب قلنا ايه؟ تعد مصر الاولى افريقيا في الانتاج السمكي في المزارع السمكيه. مين الثانيه؟ نيجيريا. يبقى مين الاولى؟ مصر. مين الثانيه؟ نيجيريا. طب تاتي مصر في المرتبه الثانيه عالميا على مستوى افريقيا في استيراد الايه؟ السمك. ايه ده يا استاذنا؟ يعني احنا عندنا مزارع سمكيه وبنستورد؟ اقول لك الثانيه على مستوى افريقيا في استيراد السمك. طيب مكمل بعد كده. السمك ايه مشاكل اللي بتقابل السمك؟ استنزاف المصايد البحريه، ان انا بصطاد من اماكن واصطاد سمك كتير. انخفاض المخزون السمكي، ما عنديش مخزون يكفيني. معاناه المصايد الداخليه والموائل البحريه، المناطق اللي بيبقى فيها نوع واحد من السمك او اتنين، فالصيادين بيهجموا عليه يعني مش زي وياخدوا منه سمك كتير قوي ويصطادوا من السفن الضخمه. طيب الزراعة الذكية قلناها، الزراعة التي تستهدف لزيادة الإنتاج بشكل مستدام مع التكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من غازات الاحتباس الحراري. طيب المحاصيل النقدية، انت قلت لي في نوع من المحاصيل اسمها محاصيل نقدية، هي محاصيل تزرع من أجل التجارة والحصول على النقد الإيه؟ الأجنبي. طب الموائل البحرية انت برضو قلتها في السمك، هي منطقة بيئية طبيعية مأهولة بنوع واحد أو أكتر من نوع من الكائنات البحرية. طيب دلوقتي يا شباب هنقارن بين المحاصيل. عندي اول حاجه الذره الرفيعه اللي ضمن المحاصيل الغذائيه. مالها يا استاذ؟ تستخدم كغذاء للحيوان والانسان، يبقى الانسان بياكلها وبعض الحيوانات بياكلوها. طيب انتاجها قد ايه؟ اكتر من نص انتاج العالم موجود في افريقيا. طيب الكثافه واليام. الكثافه شبه ايه؟ البطاطا. الكثافه البطاطا. طب بتتزرع فين؟ في المناطق الاستوائيه. طب بتتاكل ازاي؟ ممكن اغسلها واكلها نيه او اطحنها واعمل بيها خبز. طيب بننتج اكتر من تلتين. طيب اليام اللون الخارجي بتاعه نفس لون البطاطس. طيب يا استاذنا اليام بيتاكل؟ اقول لك لا، بيتطحن ويتعمل خبز. طب موجود في المناطق برضو الاستوائيه، انتاجه 98. طيب كاكاو، بن، شاي. كنا دايما بيقول الشاي شرق، الشاي شرق، كنا بنقول شاي شرقي شرقي شاي. طيب كاكاو غرب. طب البن شرق وغرب ووسط. يبقى تاني شايشين مع الشين، شاي شرق، كاكاو غرب. طب بن شرق وغرب ووسط. طب الكاكاو بننتج 70%، يا بيبقى تحفة باللبن. البن خمس، الشاي عشر. طيب خش على اللي بعده باشا. الحيوانات عندي البقر والاغنام والمعيز والابل. طيب كلمني عن البقر. يبقى كنا بنقول إيه؟ البقره اثيوبيا، إيه الغنمه نيجيريا، إيه المعزه نيجيريا، والابل في الصحراء تشاد. كنا بنغنيها في الحصه كده.
البقرة اثيوبيا، والغنماء والمعزاء موجودة في نيجيريا، والإبل في الصحراء تشاد. بننتج ربع البقر، بس على فكرة البقر الإفريقي مش أحسن بقر، ليه؟ عشان هو قليل اللحم واللبن. طيب شبكة كويسة. بعد كده بما تفسر. طب إيه أهم بما تفسر عندنا؟ أقول لك. كانت الزراعة البسيطة البدائية والنمط السائد حتى القرن العشرين. اشمعنى؟ ليه كنا بنزرع الأراضي بسيطة؟ قال لك يا باشا عشان أحقق اكتفاء ذاتي. أنا كنت على قد حالي، بزرع حتة الأرض وباكل محصولي وزي الفل، اكتفاء إيه؟ ذاتي. طيب ليه تحولت بقى الزراعة الكثيفة وواسعة؟ عشان السكان زادت وعايز أزود الإنتاج وأسد الاحتياجات، أوفر أكل للناس اللي قدامي. طيب اعتماد بعض الدول الإفريقية على الزراعة الذكية مناخيا. ليه استخدمنا الزراعة الذكية مناخيا؟ أقول لك. لمواجهة التأثير السلبي. التأثير سلبي للتغيرات المناخية، ما التغيرات المناخية بتخلي في محاصيل ما بتتزرعش وفي أرض بتبوظ والكلام ده كله. لا، أنا عايز أواجه التأثير السلبي للتغيرات المناخية في تحقيق الأمن الغذائي. طب يا أستاذنا هي الزراعة أصلا مهمة؟ أقول لك طبعا يا ابني مهمة. طب الزراعة معلش مهمة في إيه؟ أولا بتوفر الاحتياجات الغذائية، بتوفر لي الحاجة اللي أنا عايز أكلها، وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد. بالتاجر بيشتغل فيها عدد كبير من العمال وتستخدم في أغراض تجارية، يبقى بتوفر فرص عمل، عمال كتير. نص القاره بالدرس الاول واخدينها ان هي الدرس الثاني في اول وحده واخدينها ان هي شغاله في الزراعه. طيب المطاط مهم؟ اقول لك المطاط يدخل في صناعه الاطارات السيارات والطائرات اللي هو الكاوتش. طيب تتعرض التربه الزراعيه في افريقيا للتعريه. ليه بيحصل لها فكره تعريه؟ وخدتوا كلمه تعريه قبل كده، دي بعيد عن المنهج، هي النحت والنقل والارساب، نحت الصخور ونقل الرمل او نقل المفتتات وارسابها. طيب دي بتحصل بسبب ايه؟ الرياح والامطار والرعي الجائر. طيب جاء بعد كده بيقول لك ايه؟ بما تفسر. يعد الصحراء الجراد الصحراوي اخطر انواع الجراد. ليه؟ عشان الجراد ده قاعد في الصحراء، قاعد هنا على البحر المتوسط وحشائش السفينه. طيب حصل اذانا قبل كده، اقول لك سنه 2020 اذى شرق افريقيا لانه يؤدي الى تدمير مساحات واسعه من المحاصيل كما حدث في شرق افريقيا سنه 2020. طيب القيمه الاقتصاديه المحدوده للابقار. قلنا البقر عندنا ليه مش احسن حاجه؟ بسبب ضعف اللبن واللحمه. البقر عندنا 200 كيلو 300 كيلو، اما البقره بره تلاقيه 700 بقره، اما احنا عندنا بقره. طيب اهميه الثروه الحيوانيه. هي الحيوانات مهمه؟ الحيوانات مهمه يا استاذنا. يشكل الرعي اساس الاقتصاد في التنميه الجافه، في المناطق الجافه. الرعي ده مهم جدا في المناطق الجافه والشبه ايه؟ جافه. اصل مش هحط بقره في ميه، تقعد دايما في المناطق الصحراويه او شبه صحراويه. طيب يعمل بها عدد كبير من سكان غرب ووسط القاره. بتوفر الحيوانات انتاج كتير، بتوفر لنا عمله اجنبيه، بتوفر اللحوم، بتوفر الالبان، بتوفر حاجات كتير جدا. طيب يبقى لما يجي يقول لك بما تفسر اهميه الثروه الحيوانيه، اقول له يشكل الراعي اساس الاقتصاد في المناطق الجافه ومناطق الشبه جافه. توفر الثروه الحيوانيه نتيجه كبيره للتصدير الى الخارج. ينفع اشيلها مستر واحط التجاره؟ اقول لك ينفع. يعني تساهم في التجاره بنسبه كبيره. طيب اهميه السمك يا باشا غذاء بروتيني مهم لصحه الانسان. تلاقي امك في البيت يا ابني كل سمك، يا حبيبي كل سمك، ودايما اللي ما بياكلش سمك تلاقي مناعته ضعيفه. تعد مصدر رئيسيا للغذاء البروتيني في كثير من دول افريقيا وخاصه الدول الساحليه، وعشان في دول بتعاني من مشاكل من الحيوانات. يدخل في التجاره الدوليه كسلعه اساسيه، يساهم في توفير فرص عمل. طيب بما تفسر استنزاف المصايد البحريه وانخفاض المخزون. ليه بنستنزف المصايد البحريه؟ بسبب عدم احكام الرقابه على الاساطيل الكبيره. السفينه الضخمه دي تيجي تصطاد، انا مش عارف هي مش قادره اسيطر عليها، تصطاد قد ايه. والصيد الغير قانوني، ازاي مثلا اكهرب الميه، استخدم ديناميت، كل ده غير قانوني. طيب قيام مصر بزياده الاستثمار في البحوث الزراعيه بافريقيا. بما تفسر ليه مصر بتزود استثمارها في البحوث المائيه بهدف زياده الانتاج. مصر عايزه تزود الانتاج الزراعي عشان تحقق اكتفاء ذاتي، عشان تزود الصادرات. يبقى مصر عايزه تزود الصادرات وتحقق اكتفاء ذاتي، عشان كده بتهتم بالبحوث. طيب تواجه المصايد الداخليه بافريقيا بعض المشاكل. ايه المشاكل اللي بتقابل مصايد السمك الداخليه؟ اقول لك عندك تدمير الموائل البحريه والافراط في الصيد. بسطات كده من غير ما يعمل اي حساب. طيب ما النتائج المترتبه على؟ يجي سؤال يقول لك ايه؟ الزياده السكانيه الكبيره في معظم دول افريقيا بالنسبه للزراعه. ايه اللي حصل لما الناس زادت؟ قال لك تحولت الزراعه من الزراعه البدائيه للزراعه الكثيفه والواسعه لسد احتياجات السكان.
طب ما النتائج المترتبه على اللي حصل لما ضعفت شبكات الري والصرف؟ ادت الى زياده الاملاح مما ادى الى تدهور الارض الزراعيه. لما مواسير الري والصرف والتعريه حصلوا ادى الى تدهور الاراضي الزراعيه. ضعف التمويل في مجال الزراعه ادى الى التاثير سلبا على قطاع الزراعه. ما انا بدفعش فلوس في الزراعه، لما بيحصل حرب بيقل التمويل في الزراعه. طب لما يقل التمويل في الزراعه هتضعف. طيب دخول الاسماك كسلعه اساسيه. طب ان الاسماك دخلت سلعه اساسيه في التجاره، ده هيوفر لي فرص عمل، ده هيزود الدخل القومي. طيب دلل. يؤثر الجفاف على النشاط الزراعي. ايه ده الجفاف؟ اللي هو ان مفيش ميه ياثر على النشاط الزراعي. ما بيقول لك الجفاف يؤدي الى تقليل الارض الزراعيه. طب يمثل عادات وتقاليد القبائل الرعويه القبائل الافريقيه احد المشاكل التي تواجه الثروه الحيوانيه. طب عادات وتقاليد بتاثر؟ طب ازاي يا استاذنا عادات وتقاليد تاثر في الراعي؟ افهمك. حيث يقتصر استخدامهم للثروه الحيوانيه على شرب اللبن، بيربوا الحيوانات عشان يشربوا لبنه، او دفع المهر عند الزواج. طيب وملكيه الحيوانات ما بتبقاش لفرد، بتبقى للقبيله وليس للافراد. فباشا اي حد عايز اي حاجه بياخدها، يلا دي للعيله كلها. طيب تقوم، يلا بينا. يبقى يقول لك ايه؟ تقوم القاره الافريقيه بجهود بارزه في تنميه الزراعه. يا افريقيا بتعمل ايه عشان تطور الزراعه؟ قال لك يا باشا انا مبدئيا اطلق الاتحاد الافريقي سنه 2002 اطلق ايه؟ برنامج شامل. طب ليه البرنامج ده؟ قال لك لتنميه الزراعه بهدف تحقيق الامن الغذائي. طب ده الكلام ده سنه 2002. وتبني التقنيات الحديثه في الزراعه، ابدا اطور البحث في الزراعه والتقنيات الحديثه في الزراعه. طب يجي لك سؤال، تعددت الجهود الإفريقية المبذولة لتنمية الحيوانات. دور أفريقيا في تنمية الثروة الحيوانية والسمك. أطلقت مبادرة إقليمية تركز على، طب المبادرة دي ركزت على إيه؟ أولاً تحسين إدارة الموارد الرعوية والعناية بصحة الحيوان، إحنا لازم نهتم بصحة الحيوان. وننظم حركة انتقال الرعاة بشكل آمن، الراعي وهو ماشي بالغنم بتاعه أو بالحيوان بتاعته يبقى مطمئن. التوجه نحو الاستزراع السمكي. طيب يقول لك إيه؟ كان لمصر دور في تنمية الزراعة في أفريقيا. بقى هنا بيقول لك دور مصر مش دور أفريقيا. انت الدور اللي فات دي بتاعت أفريقيا. مصر عملت ايه؟ أقامت العديد من المشروعات القومية للاستزراع. عملنا كتير من المشروعات. توفير المياه اللازمة للزراعة ومعالجة مياه الصرف الصحي، أو نحل مياه البحر، أو المياه الجوفية. بحاول أوفر المية اللي الأرض عايزاها عشان ما يحصلش جفاف. طيب العمل على زيادة الاستثمار في البحوث الزراعية، أزود الفلوس اللي بصرفها على البحوث الزراعية. طيب يقول لك إيه؟ تعددت جهود مصر المبذولة في تنمية الثروة السمكية. مصر صرفت فلوس كتير وساعدت في الثروة السمكية. التوسع في الاستزراع السمكي. طب أنا ليه بتوسع في الاستزراع السمكي؟ عشان أحقق اكتفاء ذاتي. طب بعد ما أحقق الاكتفاء الذاتي أصدر إلى الخارج الزيادة. أشهر مشروع مصر عملته مشروع بركة غليون وتدريب الكوادر الفنية. أبدأ أدرب الناس في أفريقيا للمساعدة في تنمية على المزارع السمكية. يعني أبدأ أدرب الناس إزاي يطوروا المزارع السمكية. طيب يجي بعد كده يقول لك ما العلاقة بين الفيضانات القوية والإنتاج الزراعي؟ لما بيحصل فيضان بيجرف التربة. خلي بالك الجفاف ما بيعملش تجريف. الفيضان هو المية الزيادة هي اللي بتعمل تجريف وبتدمر المحاصيل وبتؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي. الجفاف والمراعي. الجفاف بيؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات، يؤدي تذبذب سقوط المطر إلى حدوث الجفاف، مما يؤثر على نمو السكان واختفاء أجزاء منه، نمو المراعي واختفاء أجزاء منها، ويؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات. طيب يجي يقول لك بعد كده إيه؟ الزيادة الغير طبيعية والثروة الحيوانية. الزيادة الغير طبيعية اللي هي إيه؟ الهجرة. بيقول لك تعد هجرة كثير من الشباب اللي هي الزيادة الغير طبيعية من المناطق الرعوية، سابوا مناطق الرعي. أحد المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية. ما هو أنا دلوقتي راعي سبت مكاني، لا يا عم راح أسافر في دول الخليج راح أشتغل في البترول، فده هيأثر على النشاط الرعوي. ماذا يحدث إذا؟ إيه اللي كان هيحصل؟ اهتمت بعض الدول الإفريقية بزيادة تمويل البحوث. إلى إيه اللي هيحصل لو دول أفريقيا زادت تمويل في البحوث؟ هيزيد الإنتاج، هنحقق اكتفاء ذاتي، هنصدر للخارج، وهناخد فلوس أجنبية. دي الخريطة بتاعت الدرس ده. طيب أتمنى ما كنتش غلست عليكم. أي طالب وهو بيسمع الفيديو في حتة معينة وأنا بقولها ما فهمهاش عايز نوضحها له، يبعت لي على الخاص، مفيش أي مشكلة. هعيدها له مرة واثنين وثلاثة، هكلمه في التليفون، هعمل له فيديو صغير أوضحها له فيه.
في حاجه انت مش فاهمها، حاجه انت عايز ناكد لك عليها، ابعت لي على الواتس، ما تشغلش بالك باي حاجه. اتمنى تبقى حصه لذيذه عليكم، اتمنى ما اكونش قلت عليكم. هنقول كلمتنا المشهوره: لو كلها مدرسين فاحنا المؤرخين. كل سنه وانتم طيبين.